بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم جميعا في ترم جديد من الترمات بتاعة الفارماكولوجي، وديت هنتكلم فيها عن فارماكولوجي 2. تمام تمام يا سيدي. طيب، في فارماكولوجي 2 المفترض ان احنا هنبدأ ندرس ايه بالظبط؟ المفترض ان احنا هنبدأ نتكلم على السي ان اس، السنترال نيرفس سيستم. انما احنا الحمد لله كنا اتكلمنا على الاوتونوميك نيرفس سيستم بالتفصيل خلال الترم الاول من الفارماكولوجي. تمام. دلوقتي هنبدأ ان احنا نتكلم على السي ان اس. ماشي. وممكن كمان ان احنا نتكلم على السي في اس، الكارديوفاسكولار. ممكن ان احنا نتكلم على حاجات تانية بقى زي كيموثيرابي او ايا كان طبقا للدراسة اللي هيحددها لكم الدكاترة باذن الله. تمام تمام. طيب، نسمي بالله ونتوكل على الله كده ونبدأ نشوف احنا خلال الترم ده بخصوص السنترال نيرفس سيستم المفترض ان احنا هندرس ايه بالظبط. اقول لحضرتك المفترض ان احنا هندرس اكيد الادويه اللي بتعالج ايه، اللي بتعالج شويه امراض. يبقى اذا هنا بالذات مع السي ان اس هيبدا يوضح لحضرتك شويه في الباثولوجي او الباثوفيسيولوجي بتاعه الامراض بتاعه السي ان اس. تمام. وبناء عليها هيبدا يكلمك عن الادويه اللي بتعالج الامراض دي. طيب حلو. تقسيمه الامراض بتاعه السي ان اس هنقسمها الى حاجتين. بعض الامراض دي بتكون نيورو ديجنريتيف، يعني حصل خلل او تدمير في اعصاب معينه في منطقه معينه ادت الى بعض الامراض. تمام. وفي امراض اخرى بسميها نيورو ديفلوبمنتال. يعني ايه ديفلوبمنتال؟ يعني الاعصاب موجوده ولكن حصل خلل عباره عن زياده او نقصان في افراز بعضها او بعض النيورو ترانسميترز المتواجده فيها، مما ادى الى حدوث بعض الامراض الاخرى. تمام تمام. طيب، النيورو ديجنريتيف ديسيز ديت زي ايه بالظبط من الحاجات اللي احنا هندرسها؟ زي مثلا مرض الباركنسون. باركنسون ده اللي هو شلل رعاش. مش هنسبق الاحداث ولا نتكلم في تفاصيل عنه، كفايه ان حضرتك عرفت اسمه حاليا. طيب، كذلك برضو هتلاقي ان فيه مرض اخر اسمه مرض الزهايمر. لو تعمقنا اكتر ممكن نخش على المالتيبل سكليروزس، حاجات كتيره، ولكن هو بيركز لك اكتر غالبا على الباركنسون والالزهايمر. وما نسبقش الاحداث ونستنى لما الدكتور ينزل لكم الفايلات الخاصه بجزء النيورو ديجنريتيف ديسيزز وهنبقى نتكلم عليهم بالتفصيل. ماشي. طيب، يهمني بقى حاليا النيورو ديفلوبمنتال لان ديت اللي احنا هنبدا بيها. النيورو ديفلوبمنتال ديت هتلاقي من ضمنها السايكاتريك ديسيز، الامراض النفسيه. طيب، هندرس ايه بالظبط بخصوص الامراض النفسيه دهيت؟ اقول لحضرتك هنبدا اول حاجه خالص خلال المحاضره دي هنتكلم عن الذهان او السايكوزس، واللي ممكن ان احنا نطلق عليه برضو السكيزوفرينيا. سكيزوفرينيا. ماشي، ده المحاضره بتاعت النهارده. طيب، وبعدين بعدها هنبدا ان احنا نتكلم عن نوع او انواع اخرى زي بقى الدبريشن اللي هو الاكتئاب. وكذلك ممكن نتكلم عن حاجة اسمها المانيا. المانيا دي بيكون فيها يعني حالة من عكس الاكتئاب. تمام. وفي حالة أخرى بنسميها باي بولار ديس اوردر، وديت المفترض انها بتجمع لي ما بين الدبريشن والمانيا. تمام، اللي هما الحاجتين اللي عكس بعض دول، شوية الشخص بيكون ديبريسيف وشوية تانيين بيكون مانيك. ماشي. ماشي يا سيدي. حلو. هل في حاجات تانية تندرج تحت اللفظ بتاع السايكاتري؟ اقول لحضرتك ايوه في حاجات تانية، ولكن احنا مش هنتعرض ليها قوي حاليا. ماشي ماشي. طيب، بعد ما انا قلت لك ان احنا هندرس سايكوزس، وبعد السايكوزس هندرس بايبولر، وبعد البايبولر هندرس ديبريشن. هي ديت الترتيبه بتاعه الفايلين الاولانيين اللي موجودين عند حضرتك جوه المحاضره. طيب، كالعاده زي ما حضرتك متعود معايا احنا بنحاول ان احنا نفهم الاول بدايه الشابتر عشان اما نيجي ان احنا ندرس ان شاء الله ما نتوهش. فللاسف احنا هنضطر ان احنا نعمل مقدمه شويه، جايز انها تكون كتيره، هنفتكر منها شويه حاجات من الفسيولوجي والباثوفيسيولوجي عشان نفتكر الريسبتورز والنيورو ترانسميترز اللي متواجده عندي في السي ان اس، لان الدكتور للاسف مش حاطط لهم سلايدات عند حضراتكم. طيب، لو انا جيت ان انا افتكر مع نفسي كده هلاقي ان جوه السي ان اس ده ممكن الاقي ايه؟ ممكن الاقي حاجات تكون جايز تكون اكسايتاتوري
في بعض المناطق من السي ان اس، وجايز تكون انهبيتوري في بعض المناطق الاخرى. ديت فيه شويه نيورو ترانسميترز تندرج تحت هذا العنوان، وفي شويه نيورو ترانسميترز اخرى بيكونوا اكسيتاتوري على طول، يعني بينشطوا الدماغ ويهيبروا الدنيا بشكل مباشر. طيب وفي حاجات بتكون على طول انهبيتوري. هنبدأ ان احنا نفتكرهم مع بعض، مين بيكون اكسيتاتوري مين بيكون انهبيتوري، ممكن مين يكون جامع بين الحاجتين دول. طيب اللي ممكن ان هو يكون جامع بين الحاجتين اكسيتاتوري وانهبيتوري، عندي الاسيتايل كولين. والاسيتايل كولين لما هيجي يشتغل على ريسبتورز فممكن يشتغل على ماسكارينيك او نيكوتينيك ريسبتور. طيب الاسيتايل كولين ده المفترض ان هو لما هيشتغل هيكون مسؤول عن ايه بالظبط؟ اقول لحضرتك هيكون بيتحكم في الليرنينج ابيليتي، ان الشخص ده قادر ان هو مثلا يذاكر ويتذكر بعض المعلومات. تمام. كذلك هتتحكم معاه في الميموري. تمام. وكذلك برضو هتتحكم معاه في الموتور اكتيفيتي، الحركه. ماشي ماشي. طيب هنستفاد بالكلام ده كمان شويه. طيب كذلك برضو من ضمن الحاجات اللي جايز ان هي تكون اكسايتاتوري او انهبيتوري عندي السيروتونين. السيروتونين ده بطلق عليه لفظ الكيميائي بتاعه 5 اتش تي، اللي هو 5 هيدروكسي تريبتامين، ولكن هو اللي بيستخدم على طول ليه ال 5 اتش تي لسهولة النطق وسهولة الكتابة. ماشي ماشي. يبقى اذا السيروتونين بيمسك في الريسبتور بتاعه اللي اسمه 5 اتش تي، وطبعا 5 اتش تي ده ليه انواع كتيرة مش هنتطرق ليها دلوقتي. حلو. طيب بعد كده عندي برضو النور ابنفرين بيشتغل على السي ان اس. تمام. وطبعا بقى لما هيشتغل احنا عارفين الريسبتورز بتاعته الالفا والبيتا والكلام ده كله. ماشي ماشي يا سيدي. طيب عندي مين تاني؟ عندي برضو الهستامين. الهستامين ريسبتور متواجده برضو جوه الدماغ، ويقدر الهستامين ان هو يشتغل بالصورتين. ماشي ماشي. طيب عندنا ايه تاني برضو موجود بقى جوه السي ان اس ولكن على طول بيكون اكسايتاتوري؟ عندنا الجلوتاميت. الجلوتاميت ده عباره عن اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر وفقط. حلو. طيب ده لما بيجي ان هو يشتغل بيشتغل على ريسبتور اسمه ايه؟ ريسبتور اسمه نمضا، ان ام دي اي او ان ميثايل دي اسبارتيت. بس انا يعني ما يهمنيش قوي غير ان حضرتك تكون عارف الان ام دي اي. تمام. طيب ده مسؤول عن ايه برضو؟ ده مسؤول عن الليرنينج ابيليتي، قابليه ان انت تذاكر او تتعلم معلومات جديده زيه زي الاستايل كولين، وكذلك برضو في الميمورايزيشن، الميموري. حلو. طيب نخش بعد كده على عندك في حاجات بتكون انهبيتوري في اغلبيه الاوقات. تمام. اللي هم زي مين؟ زي اول حاجه عندي دوبامين. ماشي. والدوبامين ده المفترض ان هو هيشتغل على ريسبتورز اللي هي بتكون دي ريسبتور او دوبامين ريسبتور. طيب عندي كذلك جلايسين. جلايسين ده المفترض ان هو بيشتغل على ريسبتور، الريسبتور بتاعه يعني غريب شويه اسمه تورين. ماشي ماشي. طيب بعد كده عندي برضو الاوبيويدز اللي هي المخدرات او الافيون. دول بيشتغلوا على ريسبتورز اسمها ايه؟ عندي 3 انواع من الريسبتورز، ميو ودلتا وكابا. والله يعني انا يعني لو سواء بقى لو حضرتك بتكتبي دلوقتي او لو حضراتكم بتكتبوا دلوقتي مفيش مشكله ان انتوا تكتبوا، حابين ان انتوا ما تكتبوش فانا برضو هبعت لكم بي دي اف فيه الكلام اللي انا بكتبه ده. ماشي ماشي يا سيدي. طيب عندي ايه تاني؟ عندي بقى الجابا. ده برضو من اشهرهم. ده يعني هي الجابا ريسبتور يعني. ماشي. وبيشتغل عليها الحاجات اللي هي بتشتغل سيداتيف او بتهدي الدنيا اكتر شويه. طيب يبقى احنا كده نتذكر مع بعض كان عندي حاجات اكسايتاتوري وانهبيتوري زي الاستايلكولين، السيروتونين، نورابينفرين، وكذلك الهستامين. عندي اكسايتاتوري على طول الجلوتاميت وده بيشتغل على النمدا ريسبتور. عندي الدوبامين، عندي جلايسين، عندي اوبيويدز، عندي الجابا. المفترض ان دول حاجات بتكون سيداتيف او انهبيتوري اكتر. تمام تمام يا سيدي. حلو. طيب اللي هو بقى اللي هيشتغل اكسايتاتوري ده هيعمل ايه بالظبط؟ واللي هيشتغل انهبيتوري ده هيعمل ايه بالظبط؟ والله اللي هيشتغل اكسايتاتوري ده هو المفترض ان هو هيبدأ يزود لي الصوديوم
انفلكس، والصوديوم ده هو اللي هيؤدي الى حدوث حاله الديبولاريزيشن، وبعدها على طول يبدا يحصل الاكتفه او النشاط اللي هيحصل جوه السي ان اس. طيب اما بقى بالنسبه للانهبيتوري نيورون، فهو غالبا هيحاول ان هو يدخل كلورايد، تمام، يعني يعمل له انفلكس، تمام، ويعمل ايفلكس او يخرج بوتاسيوم، ماشي. وبناء عليه المهم ان في النهايه ايه اللي هيبدا ان هو هيحصل، ان هو هيهدي الدنيا او يعمل انهبيشن. يبقى مين المسؤول عن الانهبيشن؟ عندي الكلورايد. ومين مسؤول عن الاكسيتيشن؟ غالبا هيكون هو الصوديوم. واحنا عارفين طبعا برضو ان الكالسيوم هو كمان ممكن ان هو يعمل لي اكسيتيشن. حلو. طيب المعلومات ديت كده استفدنا بيها وتذكرنا بعض الكلام اللي احنا خدناه من الفسيولوجي. طيب بخصوص بقى الحصه بتاعت النهارده اللي هي السايكاتريك ديسيز. السايكاتريك ديزيز اللي احنا الاثنين اللي احنا هناخدهم بالتفصيل، اللي هو سواء السايكوزس او الدبريشن، الاثنين لهم علاقه بالدوبامين. طيب حلو قوي. طالما ليهم علاقه بالدوبامين، فانا عايز اعرف توزيعه الدوبامين ده جوه الدماغ شكلها عامل ازاي. وطبعا هم ما لهمش علاقه بالدوبامين لوحده، ده هم لهم علاقه برضو بسيروتونين، لهم علاقه بريسبتورز اخرى هنتكلم عليهم واحده واحده. طيب نسمي الله كده ونرجع مع بعض ونبدا ان احنا نتذكر شكل الدماغ. من شكل الدماغ ده هقدر ان انا الاقي ان فيه اكتر من طريق متحدد. الطرق اللي متحدده او متلونه باللون الازرق ده هي الطرق اللي بيمشيها الدوبامين او بيتواجد فيها الدوبامين، جايز يزيد في مكان جايز ينقص في مكان، تمام. عندي مثلا ميزوكورتيكال باسواي، نيجروستريتال باسواي، تيوبيرو انفانديبيولار باسواي، ميزوليمبيك باسواي، تمام. كذلك موجود عندي منطقه السي تي زد بيكون متواجد فيها برضو الدوبامين، ماشي. حلو. طيب الكلام اللي انا قلته ده كله عايز اشوف بقى وترجمه الدوبامين موجود فيه بيعمل ايه. فهنا هتلاقي ان انا حاطط لحضرتك الميزوليمبيك والميزوكورتيكال لوحدهم، بعدين عندي السيتي زد، بعدين عندي البيتيوتري، بعدين عندي النيجروستريتال باسوي. حلو. حلو. طيب ايه اللي بيحصل في كل حته منهم؟ اقول لحضرتك المفترض ان الميزوليمبيك والميزوكورتيكال ده هم مسؤولين عن الكوجنيشن اللي هو الادراك، والميموري اللي هي الذاكره. حلو. حلو يا سيدي. طيب بكل اختصار، لو في منطقة الميزوليمبيك ده زاد الدوبامين عن الحد المسموح به، بيبدأ يحصل عندي السايكوزس او السكيزوفرينيا او الذهان اللي احنا بنتكلم عنه ده، تمام. تمام. يبقى اذا زيادة الدوبامين في منطقة الميزوليمبيك باسواي تؤدي الى حدوث سايكوزس او الاسكيزوفرينيا. طيب يبقى بكل بساطه الحل بتاع الموضوع ده هو ايه؟ هو ان انا اقفل الدوبامين ريسبتور. ده من ضمن الحلول اللي انا هستخدمها لعلاج مرض السايكوزس اللي احنا هنبدا نتكلم فيه دلوقتي. ماشي. ماشي يا سيدي. طيب ده شيء كويس جدا. طيب هل ممكن نستخدم حاجه تانية غير ان انا اقفل الدوبامين؟ اقول لك هو مرض الذهان برضو بيأثر عليه السيروتونين هو كمان، ولكن خلينا ان احنا نأجل حته السيروتونين ديت لما نبدا ان احنا نتكلم في المرض ذات نفسه. طيب تعالى ما نخش على تاني منطقه متواجد فيها الدوبامين، منطقه السي تي زد. السي تي زد ديت اللي هي الكيمو ريسبتور تريجر زون. حلو. الدوبامين هنا المفترض ان هو لو زاد عن الحد بتاعه، تمام، هيؤدي الى حدوث ترجيع او فوميتنج. تمام. تمام. طب الحل ايه؟ ان انا برضو هنا مضطر استخدم دوبامين انتاجونست، حاجه تقفل لي هذا الدوبامين وبناء عليه اعالج الترجيع. يبقى اذا وكاني بقول لحضرتك لو انا قفلت الدوبامين في الميزوليمبيك وقفلته في السيتي زد، انا كده عملت حاجه حلوه والله. بالنسبه للميزوليمبيك منعت حدوث السايكوزس او الذهان او السكيزوفرينيا، اما بالنسبه للسيتي زد فانا كده منعت الفوميتنج او الترجيع. طيب دي حاجه كويسه لما انا بستخدم الدوبامين بلوكر. ماشي. طيب في حاجات تانية وحش فيها ان انا استخدم الدوبامين بلوكر. زي ايه؟ زي منطقه البيتيوتري. منطقه البيتيوتري ديت هتلاقي يعني ان الشغل اللي بيحصل هناك بسميه اللي هو الباس واي اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه ده. تمام. تمام يا سيدي. طيب بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لحضرتك لو قلت كميه الدوبامين اللي متواجده في الباسواي ده
اللي هو عند منطقة البيتيوتري، فبناء عليه بالعكس هيبدأ يزيد كمية البرولاكتين. طيب وبعد ما يزيد البرولاكتين ايه اللي ممكن ان هو يحصل؟ هيبدأ يحصل بقى مشاكل كتيرة، من اهمها هايبر برولكتينيميا نتيجة طبعا زيادة البرولاكتين، بيكون مصاحب ليها انفيرتيليتي او عقم. يبقى اذا انا هنا لما قللت الدوبامين او استخدمت دوبامين بلوكر، يعني قفلت الدوبامين في منطقة البيتيوتري، تمام، يبقى اذا انا عملت انفيرتيليتي نتيجة حدوث الهايبر برولكتينيميا. طب الحل او العلاج بتاع المشكله بتاعه الهايبر برولكتينيميا ديت ان انت تعمل ايه؟ ان انت تدي دوبامين اجونست، دي 2 اجونست، حاجه تنشط لي الدوبامين في هذه المنطقه. تمام تمام. طيب اخر باسوي عندي اسمه النيجروستريتال باسوي. النيجروستريتال باسوي ده هو المفترض ان لو الدوبامين فيه قل هيبدأ يحصل مشاكل في الموفمنت او الحركة. تمام تمام يا سيدي. طيب المشاكل دهيت هتؤدي الى حدوث ايه؟ هتؤدي الى بكل اختصار كده حدوث مرض اسمه شلل رعاش. تمام. او هو الشلل الرعاش عموما بيحصل نتيجة ايه؟ بيحصل نتيجة نقص الدوبامين، وفيه سبب اخر هنبقى نتكلم عليه لما نوصل ليها، تمام، ولكن يهمني قوي دلوقتي ان هو بسبب نقص الدوبامين. طيب اقدر انا اديت للمريض ده دوبامين بلوكر، يعني انا اللي اديت له الدواء، يبقى انا في الوقت ده ما عنديش شلل رعاش، ده انا عندي اعراض شبه الشلل الرعاش. تمام. يبقى اذا الشلل الرعاش ذات نفسه المفترض ان هو عبارة عن باركنسون. تمام تمام. طيب اما بقى في حالة ان انا خدت دواء طلع لي اعراض زي اعراض الشلل الرعاش نتيجة ان انا قفلت الدوبامين ريسبتور اللي موجود في النيجروستريتال باسواي، في الحالة دي بسمي الحالة ديت اي بي اس او اكسترا بيراميدال سيمتوم او سايد افكت. يعني ايه؟ يعني حدوث اعراض تشابه اعراض الشلل الرعاش. يبقى تاني كده نفتكر مع بعض، هو امتى ان انا استخدم دوبامين اجونست حلو، وامتى ان انا استخدم دوبامين انتاجونست حلو؟ اقول لحضرتك والله لما هتستخدم دوبامين اجونست فده هيفيد حضرتك في علاج الهايبر برولكتينيميا وعلاج الاي بي اس اللي هي مشابهه للشلل الرعاش، ولكنه للاسف هيؤدي الى حدوث فوميتنج عند منطقه السي تي زد، وهيؤدي الى حدوث سايكوزس عند منطقه الميزو ليمبيك اريا او باسوي. تمام تمام. طب ماذا لو انا استخدمت الدوبامين بلوكر؟ اقول لحضرتك الدوبامين بلوكر هيساعدك في علاج السايكوزس وفي علاج الفوميتنج، ولكنه للاسف سيؤدي الى حدوث هايبر برولكتينيميا، وكذلك هيؤدي الى حدوث اعراض شبيهه بالشلل الرعاش اللي هي الاي بي اس او الاكسترا بيراميدال سيمبتومز. يعني ويا كاني بقول لحضرتك ان الدوبامين اجونست اللي هتاخده هيأثر عليهم كلهم، والدوبامين انتاجونست اللي هتاخده هيأثر عليهم كلهم، وده بالطبع هيكون حاجه سيئه جدا او سايد افكت من ان انا اتعامل على الدوبامين. عشان كده احنا في اغلبيه الاحوال لو لقينا ان فيه تارجت اخر للمرض نقدر نشتغل عليه غير هذا الدوبامين بنروح لهذا التارجت بشكل مباشر، لانه هيقلل لي الاعراض الجانبيه الناتجه عن الاستخدام. ماشي ماشي. طيب ادينا كده مؤهلين نسبيا ان احنا نبدا المحاضره بتاعتنا، ولكن خليني ان انا اوضح لحضرتك بقى الورق اللي انا هبعته لك مع المحاضره ده عباره عن ايه بالظبط. طيب الورق ده يا سيدي هو عباره عن ملخص للانتي سايكوتيك اللي هي المحاضره الاولى او الملف الاول، والدبريشن اللي هو المحاضره الثانيه. تمام. حضرتك هتلاقي ان التقسيمه بتاعته شكلها عامل ازاي، وده اللي هيفيد حضرتك اكتر في المذاكره اكتر من ان انت تضيع وقتك في السلايدات كتيره يعني. تمام. طبعا هتحتاج اكيد ان انت تقرا السلايدات، ولكن خد الحاجات الاساسيه من الكلام اللي موجود عندك هنا ده. يعني هو في الاول كده هتلاقيه ان هو بيعرف حضرتك يعني ايه سايكوزس. سايكوزس ده عباره عن ان الشخص ده هو عنده ذهان. يعني ايه ذهان؟ يعني هو شايف نفسه زي الفل وبيفهم في كل حاجه، وهو للاسف لا يدرك حقيقه الاشياء، بيتهيأ له حاجات، بيسمع حاجات وهميه. تمام. بيحس مثلا ان حد لمسه ومحدش لمسه، يبقى اذا هو كده انسايت ابسنت. يعني ايه؟ يعني هو من داخله ما يعرفش ان هو مريض. تمام
تمام. طيب ده زي ايه؟ زي مرض الاسكيزوفرينيا اللي احنا بنتكلم عليه من شويه. تمام. كذلك برضو عندي affective mood disorders. يعني ايه؟ يعني بتكون عباره عن امراض تؤدي الى تغير حاله الشخص، وهي زي ما احنا ما قلنا عندي مانيا، وديت عكس الدبريشن او الاكتئاب، ان انا منعنش كده ومزقطط فوق اللزوم. تمام. وعندي ديبريشن ديت اللي هي الاكتئاب، وعندي بايبولاريتي اللي هي تعتبر ايه؟ ميكس ما بين المانيا والديبريشن. يبقى اذا دول يندرجوا تحت السايكاتريك ديسيزز اللي هم السايكوزس، سواء السكيزوفرينيا اللي احنا هناخدها المره دي، او الحاجات اللي بتاثر بقى زي الديبريشن والمانيا والبايبولاريتي والجو ده كله. تمام. طيب في ناس تانية بقى بيكونوا مرضى بامراض اخرى، هم اوير ومدركين ان هم عندهم هذه الامراض، زي بقى مرض التوتر الانكزايتي. تمام. او الفوبيا، او مشاكل الاكل ان هو بياكل كتير مثلا كل ما يتضايق ولا حاجه. كذلك برضو الاو سي دي او الوسواس القهري، او كذلك برضو البوست تروماتيك ستريس سيندروم اللي هو يعني حصل له موقف معين، فكل ما يتعرض لهذا الموقف مره اخرى هيكون عنده مشكله او يبدا ان هو يتوتر ويحصل له مشاكل نفسيه. ما علينا من الكلام الزياده اللي موجود عندك ده. يهمني ايه اكتر؟ يهمني اكتر ان السكيزوفرينيا ديت اللي احنا هنبدا ان احنا ندرس فيها اكتر مع السايكوزس يعني نسبه من اللي موجودين، وكذلك برضو هندرس الدبريشن ان شاء الله في المحاضره القادمه. طيب خلال السكيزوفرينيا هنبدا نتكلم على السكيزوفرينيا بقى، ما تخلطهاش بباقي الكلام بتاع الدبريشن والكلام التاني. بالنسبه للسكيزوفرينيا ايه اللي بيبدا ان هو يحصل بالظبط؟ اقول لحضرتك ركز معايا في الاسباب التي تؤدي الى حدوث السكيزوفرينيا. اول حاجه في الميزوليمبيك. في الميزوليمبيك هلاقي ان حصل زياده في الدوبامين. طيب الزياده في الدوبامين اللي هناك ده اهي هتؤدي الى حدوث ايه؟ ركز معايا انا اهو، يعني انت يفضل انت تكون طابع الورق ده اصلا. ماشي. هتؤدي الى حدوث بوزيتيف سيمبتومز. يعني ايه بوزيتيف سيمبتومز؟ يعني هتؤدي الى حدوث حاجه معينه تخلي الشخص ده فاكر نفسه اعظم واحد في الكون. فهو عنده ايه؟ عنده ديليوشنز، يعني ادراكات او معتقدات خاطئه، يعني فولس بليف، حاجات مصدق بيها وهي مش واقعيه، وديستربنس ان ثوت، مش قادر يفكر بشكل منطقي زيه زي اي واحد، وعنده هلوسه سمعيه وبصريه، اوديتوري هلوسينيشن وفيجوال هلوسينيشن. تمام. يبقى اذا البوزيتيف سيمبتومز هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ضلالات يعتقدها المريض ان هو بيفهم في كل حاجه وفاهم النقطه ديت، ودماغه مهلوسه منه وبيتخيل ان فيه ناس قالت له كلام وانه سمع كلام. تمام. وده كله بسبب زياده الدوبامين في الميزوليمبيك اريا، وده بيكون حاصل اكتر لما تكون حاله سكيزوفرينيا اكيوت كيس، يعني لسه جايه له والاعراض زايده عليه دلوقتي. طيب في حاجات تانية بقى بسميها نيجاتيف سيمتوم. النيجاتيف سيمتوم ديت بقى على عكس الضلالات اللي كانت مخلياه يفتكر نفسه ان هو اعظم واحد في الكون. لا، ده هتحسسه ان هو متضايق، عايز يحصل له سوشيال ويزدرول او يبعد على الناس، ويكون عنده تبلد مشاعر. تبلد مشاعر ده اسمه ايموشنال دالنس. تمام. تمام يا سيدي، حلو قوي. طيب حته النيجاتيف سيمبتومز دهيت جاب بسبب ايه؟ جاب بسبب مشاكل بقى بس في الميزو كورتيكال باسوي، مش في الميزوليمبيك باسوي. ايه المشاكل اللي حصلت في الميزو كورتيكال؟ بدا يحصل هناك نقص في الدوبامين شويه. تمام. او في الدوبامينرجيك اكتيفيتي عموما، وزياده في السيروتونيرجيك اكتيفيتي اللي هو ال5 اتش تي اللي هو الشغل بتاع السيروتونين. تمام. تمام. ومش بس كده، ده بدأ كمان يخش معايا في السكة النمضة. مين النمضة؟ النمضة ده اللي هو احنا قلنا ان ميثايل دي استبارتيت، وده الريسبتور اللي بيشتغل عليه مين؟ اللي بيشتغل عليه الجلوتاميت اللي هو يعتبر اكسايتاتوري نيورو ترانسميتر. والله لما جه الجلوتاميت يشتغل على هذا النمضة، لقى ان النمضة ده لا يستجيب له. تمام. وهيبدا يحصل مشاكل كتيره كتيره كتيره. المهم ان لما النمضه ما بيكونش بيستجيب بشكل كويس كريسبتور موجود جوه السي ان اس، ده برضه سبب من اسباب ظهور السكيزوفرينيا. يبقى ويا كاني قلت لحضرتك دلوقتي عندي 3 حاجات بيأثروا لي على السكيزوفرينيا. اول حاجه وهي الدوبامين لما يزيد في الميزوليمبيك اريا، وتاني حاجه السيروتونين لما زاد في الميزوكورتيكال اريا، وتالت حاجه النمضه لما ما عادش بيستجيب. طيب
والله لما الدوبامين زاد في الميزوليمبيك اريا، ايه اللي بدأ ان هو يحصل عندي؟ بدأ يحصل عندي بوزيتيف سيمبتومز واتكلمنا عنها. طب حلو، طب لما السيروتونين زاد بدأ يحصل ايه؟ بدأ يحصل نيجاتيف سيمبتومز واتكلمنا عنها عند الميزوكورتيكال اريا. تمام، يبقى عندي النمضه هل بيعمل لي بوزيتيف ولا نيجاتيف سيمبتومز؟ هقول لحضرتك ان هو بيعمل لي الاثنين، البوزيتيف والنيجاتيف سيمبتومز. تمام تمام يا سيدي، حلو. طيب ما تفكرش ان انا هشرح لك الورقه كلها من هنا، ده انا بس يعني ايه بفتح معاك الدنيا يعني. طيب، طب الهدف بتاعي بقى ان انا اعمل ايه بالظبط في هذا المرض؟ اقول لحضرتك هدفك مش ان انت تعالج المرض بشكل كامل، لان للاسف ده مش بايدك قوي. تمام، ولكن على الاقل قلل من الاعراض. طيب انا قلت لك ان الاعراض بتاعته دهيت كلها بتحصل نتيجه ان فيه نيورو ترانسميترز كتيره. تمام، النيورو ترانسميترز ديت حلها ان انا اقفل الريسبتورز بتاعتها او اقلل من افراز هذه النيورو ترانسميترز، مش كده؟ تمام. طيب لما هاجي اقفلها او اقلل من الافرازات بتاعتها، عندي ادويه بتعمل لي الحاجات دي. طيب ولكن انا قلت لك ان السي ان اس مرتبط ببعضه، وكل ما كان بيكون النيورو ترانسميتر ده زيادته فيه حلوه او وحشه، تمام، يبقى هيترتب على ان انا استخدم مثلا حاجه زي دوبامين بلوكر، ان هيبدا يحصل بعض الادفيرس افكت في اماكن اخرى. كذلك لما اجي اقفل الماسكارينيك ريسبتور هلاقي ان بيحصل مشاكل في اماكن اخرى. هاجي اقفل الالفا 1 ريسبتور هيبدا يحصل مشاكل في مناطق اخرى. يبقى اذا احنا محتاجين ان احنا نركز على الادفيرس افكتس اللي ممكن تحصل اثناء علاجي للسايكوزس عشان اكون متوقعها واحاول اختار افضل دواء ما يعمليش ادفيرس افكت. تمام، فبص معايا على الحته اللي موجوده قدامك بالبرتقاني ده. لو انت قفلت الماسكارينيك ريسبتور هيبدا يحصل عندك اعراض جانبيه كالتالي، اللي هي زي ايه؟ بلارد فيجن، زغلله في العينين، وده طبعا الكلام ده احنا واخدينه بالتفصيل في الترم الاولاني فعشان كده هقوله بسرعه. وكذلك دراينس اللي هي نتيجه جفاف اللي هيحصل، وريتنشن يعني المفترض ان الجي اي تي بتاعته مش هتتحرك ولا البول هيتحرك وهيتحبس جواه. كذلك جلوكوما اللي هي ميه زرقاء على العين. تمام، وكذلك المفترض ان القلب هيكون هدي شويه في الاول وبعدين يبدا يتنشط او يحصل له تاكيكارديا، وشرحنا ده برضو لما كنا بنتكلم على الاتروبين قبل كده. تمام، وطبعا الدواء اللي هيقفل لي الماسكارينيك ريسبتور لا يفضل استخدامه في حاله البروستاتيك هايبربليجيا، لان لو احنا فاكرين الكلام اللي احنا قلناه في الترم الاول من الفارماكولوجي، كنا قلنا ان حاله البروستاتيك هايبربليجيا ديت بيكون فيها تضخم بروستاتا عامل لي اوبستراكشن اصلا وقافل لي المجرى بتاع البول، فلا يفضل في الحاله ديت ان انت تستخدم دواء يكون بيقفل لي الماسكارينيك ريسبتور. طيب لو انا قفلت الالفا 1 ريسبتور ده ممكن يؤدي بيا لحدوث ايه؟ ممكن يؤدي بحضرتك لحدوث اورثوستاتيك هايبوتنشن. تمام، فقدان للضغط بصوره مباشره، خاصه لما الواحد يجي يغير وضعيته من وهو قاعد لان هو يقوم. تمام، ممكن يحصل معاه ريفلكس تاكيكارديا كمان. طيب ونقطه مهمه جدا جدا بتخلي المرضى يبطلوا الادويه اللي هي الفا 1 بلوكر، تمام، اللي هي ايه؟ اللي هو بيعمل لي ديليد ايجاكيوليشن، لان المفترض ان كان الالفا 1 ده مسؤوليته عند البينس او العضو الذكري ان هو يساعد في عمليه خروج المني، تمام، او القذف. فبناء عليه بما ان حضرتك قفلت لي دلوقتي الالفا 1 ريسبتور يبقى اذا انت كده عملت اخرت القذف، وبناء عليه ممكن كده ان هو يحصل سيكشوال ديسفانكشن او الشخص ده يعني يتضايق من ان العمليه دي يعني ايه بتاخد منه وقت. تمام تمام. طيب تيجي نخش بقى بعد كده على الدوبامين، هتلاقي ان في اعراض جانبيه كتير فخلينا ان احنا نعديه وبعدين نرجع له تاني. هتلاقي عندك السيروتونين لما هتقفله، او مش السيروتونين بقى، الهستامين، هستامين واحد. تمام، لما تستخدم هستامين بلوكر هيؤدي الى حدوث سيديشن، ودي تضايق قوي الشخص اللي شغال سواق مثلا او شغال شغلانه ما ينفعش ان هو يسرح فيها او ينام فيها غصب عنه. تمام، فبناء عليه اكيد هستبعد حاجه شبه ديت في الصباح مثلا بالنسبه للسواقين. طيب كذلك برضو لو انت قفلت السيروتونين، فقفلانك للسيروتونين ده هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يعمل ميتابوليك ادفيرس افكت. الميتابوليك ادفيرس افكت ديت زي ايه بالظبط؟ اول حاجه لما حضرتك بتقفل السيروتونين بتخلي الشخص ده يبدا يزيد شراهته في الاكل، وبناء عليه وزنه بيزيد. تمام، والكوليسترول بيزيد والسكر بتاعه بيزيد، ممكن يخش مني في دي كي اي. يعني ايه دي كي اي؟ يعني دايابيتيك كيتو اسيدوزس. تمام، ولازم ان انا اتابع له السكر بتاعه. طب بتابع السكر ازاي؟ اقول لك بتابعه بشكل كرونيك عن طريق حاجه اسمها هيموجلوبين A1C. لو لينا نصيب باذن الله واحنا لما نتطرق للجزء بتاع السكر والدايابيتس وعلاج الدايابيتس فاكيد هنبقى نتكلم عن الهيموجلوبين A1C وقتها.
تمام. طيب نرجع للادفيرس افكتس بقى اللي بيعملها لي قفله الدوبامين، اللي احنا اصلا بالمناسبه لسه متكلمين عليها من شويه. اللي هي ايه بقى؟ اقول لحضرتك لو قفلت الدوبامين في في منطقه معينه من السي ان اس زي ما احنا وضحنا من شويه، هيبدا يعمل لك مشاكل زي الباركنسون ديسيز اللي هو مرض الشلل الرعاش. تمام، فين حته بالظبط؟ في النيجروستريتال باسوي. طيب مرض الشلل الرعاش ده لما يحصل حاجه شبهه بسبب دواء، بسمي الحاجه ديت ايه؟ اكسترا بيراميدال سايد افكت او اي بي اس. طيب ممكن توضح لي ايه هي الاعراض بتاعه الشلل الرعاش؟ اقول لك عينيا حاضر. اول حاجه ديستونيا، تاني حاجه اكاسيزيا، تالت حاجه تارديف ديسكاينيزيا، رابع حاجه تريمورز او رعشه في الحاجه الثابته. يعني لو حضرتك مثبت ايدك او رجلك او هتلاقيها ان هي بدات ترعش منك بحركه خفيفه كده، على الرغم ان حضرتك اللي ما خدتش قرار ان انت اللي تحركها او ترعشها. طيب نقول بقى معنى كل حاجه. الديستونيا ديت معناها ايه؟ معناها تشنج في العضلات، sustained muscle contraction، حصل انقباضات كتيرة في العضلات أدت إلى حدوث تشنج. وكذلك أكاسيزيا، أكاسيزيا يعني الشخص مش قادر يقف، مش عارف يقف، عنده موتور ريستلسنس، ايديه عماله تتحرك منه غصب عنه. تاردف ديسكاينيزيا وتريمورز دول عباره عن ان حصل ريبيتيتيف انفولانتري موفمنت، يعني انت بتتحرك غصب عنك، ايدك بترعش منك غصب عنك. تمام. يبقى اذا ديت كده من اهم الاعراض الجانبيه لقفل الدوبامين ريسبتور، لان في النيجروستريتال باسواي لما انت هناك بتقفل الدوبامين ريسبتور يعتبر ان انت بتدي اعراض شبه الباركنسون زي ما احنا وضحنا من شويه. طيب هل الكلام ده مهم؟ طبعا مهم، وهنتكلم عليه اول ما نتطرق ليه في المحاضره. طيب كذلك برضو قفلتك للدوبامين هتبدا ان هي عند منطقه البيتيوتري هتبدا ان هي تزود في البرولاكتين. طيب البرولاكتين بقى لما يزيد عند الستات هيبدا يعمل ايه؟ هينزل لبن كتير، هيحصل حاله جلاكتوريه. وزياده البرولاكتين بيدخل الست ديت ان هي يكون عندها امنوريه. تمام، ممكن ان هو يعني ايه؟ يعمل انقطاع في الطمث. تمام، وكذلك بيبدا ان هو يعني يقلل في الهرمونات بتاعتها ويقلل من فرص حدوث الحمل عند هذه السيده. تمام، فدي برضو حاجه بتضايق وبالتالي بتخلي ان هو المرضى ما يرضوش ان هم ياخدوا الدواء. تمام. طب بالنسبه للراجل اقول لحضرتك لا، اكيد لما هتزيد معاه هرمونات انثويه ممكن يحصل عنده امبوتنس او يعني عقم. ماشي، وسيكشوال ديسفانكشن، وممكن يحصل عنده تسدي كمان او جاينيكوماستيا. تمام، يبقى اذا انا جبت سيره السيكشوال ديسفانكشن بالنسبه للرجل في منطقتين. اول حاجه لما قفلت له الدوبامين ريسبتور، دوبامين بلوكر. تمام، وده بسبب ايه؟ بسبب ان زاد عنده البرولاكتين. تمام، والهرمونات الانثويه. طيب وكذلك برضو لما كنا قفلنا عنده الالفا 1 ريسبتور، لان ده هيعمل ديليد ايجاكيوليشن. تمام يا سيدي. طيب تالت حاجه من الادفيرس افكت اللي هتحصل لي من قفل الدوبامين ريسبتور هتكون هي ايه؟ نيوروليبتيك مالجنانت سندروم. والنيوروليبتيك مالجنانت سندروم ديت هي حاجه بتحصل احنا مش عارفين حصل بسبب ايه، ولكن اللي بنلاحظه ان بيحصل زياده في الكالسيوم ليفل جوه الجسم مع حاله النيوروليبتيك مالجنانت سندروم ده. تمام، وهي بتحصل مع 20% من الحالات اللي بتاخد دوبامين بلوكر. طيب المهم ايه اللي بيحصل بالظبط؟ عارفين طبعا ان الكالسيوم ده بيشغل محرقه جوه الجسم، بيطلع نيورو ترانسميترز كتيره وبيبدا يزود الحراره او الفيفر، ممكن يؤدي الى تخشب العضلات او المصل ريجيديتي. تمام، والبلاد بريشر ممكن ان هو يبدا ان هو يرفعه. ماشي، ويعني ممكن ان هو يؤدي الى مشاكل كتير ممكن تؤدي الى الوفاه في النهايه. تمام، فلازم طبعا ان احنا نوقف الدواء في حاله ظهور الاعراض الجانبيه الخاصه بالنيورولابتيك مالجنانت سندروم لتجنب الوفاه. تمام، او انا ممكن كمان ان انا الحق المريض ده قبل ما يموت عن طريق ان انا استخدم له ايه؟ اكيد استخدم له الحاجه اللي عكس الدوبامين بلوكر. طب ايه اللي عكس الدوبامين بلوكر؟ الدوبامين اجونست. وامثله من ضمن امثله الدوبامين اجونست دواء اسمه بروموكريبتين. يبقى اذا امتى هلجا لاستخدام البروموكريبتين؟ في حاله لو ظهر على المريض عرض جانبي يخص النيوروليبتيك مالجنانت سندروم، عايز الحقه على طول. طب هتعرف منين انه عنده نيوروليبتيك مالجنانت سندروم؟ عن طريق الاعراض اللي احنا لسه ذاكرينها من شويه دي. طيب حلو قوي، يبقى احنا كده حتى الان اتكلمنا عن ايه فيما يخص الاسكيزوفرينيا؟ اتكلمنا على البوزيتيف سيمبتومز والنيجاتيف سيمبتومز والاسباب المؤديه الى حدوث الاسكيزوفرينيا، واتكلمنا على الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل لو انا قفلت اي نوع من انواع هذه الريسبتورز اللي متضمنه في حدوث الاسكيزوفرينيا. كده فاضل لي اخد نبذه مختصره عن الادويه اللي هتبدا تعالج لي الاسكيزوفرينيا واخش في المحاضره باذن الله على طول.
تمام. وطبعا ده هيفيدك جدا ان شاء الله اثناء الشرح. طيب هنا بقى هتلاقي ان هو بيوضح لحضرتك ان الادويه بتاعتك بسميها نوعين، او فيرست جنريشن وسكند جنريشن. الفيرست جنريشن او الجيل الاول بسميه تيبيكال انتي سايكوتيك، والجيل الثاني بسميه اتيبيكال انتي سايكوتيك. تمام تمام. طيب الجيل الاولاني هناخد منه كلوروبرومازين والهالو بريدول. ماشي ماشي. دول هتلاقيهم ان هم بيقفلوا ايه؟ بيقفلوا الدوبامين وبيقفلوا الماسكارينيك والهستامين والادرينرجيك. يعني واضح قوي من الكلام اللي حضرتك قلته لي ده ان هم طالما بيقفلوا ماسكارينيك وبيقفلوا ادرينرجيك يبقى كده هيعملوا لي مشاكل كتيره قوي مع الاوتونوميك نيرفس سيستم، ده سكه. وتاني حاجه الهستامين يبقى كده هيبدا يعمل لي مشاكل قوي مع السيديشن، وبالتالي ما ينفعش ياخده حد محتاج ان هو يكون مصحصح. تمام تمام. طيب وقفلتك كذلك برضو للدوبامين ريسبتور هتعمل لي البلاوي اللي انا خايف منها دهيات كلها. تمام تمام. طيب بما انك هتقفل دوبامين ريسبتور، انا متاكد وعارف لما كنت بتعرف على البوزيتيف سيمبتومز والنيجاتيف سيمبتومز قلت ان الدوبامين زيادته في الميزوليمبيك هي المؤديه الى حدوث البوزيتيف سيمبتومز. فانا لو مشكلتي الكبرى هي البوزيتيف سيمبتومز يبقى انت يفضل تستخدم دواء من دول، هيكون مفضل ان انت تستخدمه عشان هيقفل الدوبامين ريسبتور ويؤدي الى زوال البوزيتيف سيمبتومز. تمام تمام. طيب بما انك قفلت الدوبامين ريسبتور يبقى الاعراض الجانبيه هتظهر زي ايه؟ زي الاكسترا بيراميدال سايد افكت، اكيد هيبدا يظهر. هيبدا كذلك يزيد البرولاكتين، هيبدا كذلك يكون في احتماليه لحدوث نيوروليبتيك مالجنانت سندروم. اديك اهوت عرفت الكلام لوحدك من غير ما احنا ما نكمله. تمام. طيب كذلك بالنسبه للاوتونوميك سايد افكت هتبدا ان هي تزيد مع الحالات ديت بسبب قفلته للماسكارينيك ريسبتور. تمام. فهيبدا يظهر اعراض جانبيه شبه الاتروبين، وده ممكن يخلي للاسف ان الشخص يضطر ان هو يوقف هذا الدواء. تمام تمام يا سيدي. طيب حلو. طيب بما اني برضو هقفل الدوبامين ريسبتور، مش ديت بتكون حاجه حلوه في حته تانية معينه؟ ايوه، كنا احنا قايلين ان انا لو قفلت الدوبامين ريسبتور هيكون عندي حاجتين حلوين بيحصلوا. اول حاجه ان انا بعالج البوزيتيف سيمبتومز بتاعه السايكوزس، وتاني حاجة ان انا بعالج ايه بقى؟ بعالج الترجيع. تمام. الفوميتنج. تمام. وده بسبب شغلي على منطقة السيتيزن. فاذا هتلاقي ان الادوية دول برضو من ضمن اللي بيعملوه ان هم بيعالجوا الترجيع. تمام تمام يا سيدي. طيب بالنسبة للحاجات الاتيبيكال بقى هلاقي ان في حاجات كتيره زي الريسبيريدون والاولانزابين وحاجات كتيره هنتعرض لها واحنا بنشرح. تمام. المهم ان هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ده بيقفل ايه؟ بيقفل الدوبامين والسيروتونين اكتر. تمام. وده بيكون مركز ناحيه السيروتونين اكتر من الدوبامين. طب ما دي حاجه حلوه، طالما ان انت هتطنش الدوبامين شويه يبقى اذا حضرتك كده مش هتعمل لي الاعراض الجانبيه بتاعت قفل الدوبامين زي ما كان بيعمل التيبيكال فيرست جنريشن. طب دي حاجه حلوه. تمام. ولكن انت هتاثر شويه برضو عشان تشيل لي البوزيتيف سيمبتومز. تمام. وبما انك هتقفل لي السيروتونين، وانا عارف ان السيروتونين مسؤول عن النيجاتيف سيمبتومز، يبقى انت كده برضو هتكون افكتيف في علاج النيجاتيف سيمبتومز. يبقى اذا الاتيبيكال ده اللي هو السكند جنريشن هيكون افضل. اشمعنى؟ لانه هيكون جايز يكون فعال مع البوزيتيف سيمبتومز شويه، لانه ليه قابليه شويه ان هو يقفل الدوبامين ريسبتور، ولازم هيكون فعال على النيجاتيف سيمبتومز. تمام. وبناء عليه ده هيكون ليه اعراض جانبيه اقل، وبالتالي هيكون هو الفيرست لاين ثيرابي خاصه مع الناس اللي هم اساسا عندهم باركنسون. تمام. يعني لو انا عندي اصلا مريض عنده باركنسون ديسيز، شلل الرعاش. تمام تمام. طيب ما هو الشلل الرعاش ده بسبب ايه اصلا؟ بسبب ان الدوبامين عنده قليل. طيب وفي نفس الوقت جاله ذهان او سايكوزس، يبقى انا هتصرف مع الشخص ده ازاي؟ عايز ارفع له الدوبامين او عايز ارفع له الدوبامين عشان اعالج الباركنسون. تمام. فده كده من ناحيه، وعايز اقلل له الدوبامين عشان اعالج السايكوزس من ناحيه تانية. يبقى الحل ان انا ابعد خالص عن الادويه التي تؤثر على الدوبامين. امال هتستخدم دواء اسمه ايه؟ هتستخدم دواء اللي انا هعلم لك عليه دلوقتي ده اهو. دواء اسمه ايه؟ اسمه بريما فان سيرين. الدواء اللي اسمه بريما فان سيرين ده هو هلاقيه ان هو بيشتغل على السيروتونين ريسبتور فقط. تمام. وبناء عليه هو بيكون انفيرس اجونست، وانفيرس اجونست يعني بيعكس الشغل بتاع الريسبتور يعني.
تمام. فالمهم ان هو هيعكس الشغل بتاع السيروتونين، وبناء عليه يعالج لي المشكله اللي هي عندي، اللي هي مشكله الذهان او السايكوزس، وده بدون ما ياثر لي على الحاله بتاعه الباركنسونيزم اللي متواجده عند هذا المريض. تمام. تمام. طيب ده نقطة مهمة وكويسة جدا. طب بما انك قفلت السيروتونين، كنا قلنا ان قفلة السيروتونين بتعمل لي ميتابوليك ادفيرس افكت. تمام. زي ايه؟ زي زيادة في الويت جين، الوزن بتاعه هيزيد، ممكن يحصل له السكر، ممكن يزيد عنده الكوليسترول، الكلام ده كله. تمام. تمام. طيب في تفاصيل تانية موجودة هنا، بلاش ناخدها من هنا، لا ناخدها اكتر من المحاضرة عشان ما نطولش في كلام ما هوش موجود اصلا جوه المحاضرة. تمام. طيب نحن الان مؤهلين ان احنا نبدا المحاضره بتاعتنا. تمام. احنا خدنا وقت قد ايه؟ يعني خدنا وقت كتير، بس ان شاء الله هو وقت مهم وهيفيد حضرتك في فهم المحاضره على طول. طيب نسمي الله ونبدا مع بعض المحاضره. هو الاوتلاين بتاعت المحاضره بتاعت الدكتور هو بادئ لحضرتك على طول في شرح الاسكيزوفرينيا. هيبدا ان هو يتكلم على الباثوفيسيولوجي بتاعها، ماشي، الهايبوثيس او الفرضيات التي بها نفسر ازاي حصلت هذه الاسكيزوفرينيا. تمام. وبعدين هيكلم حضرتك على الانتي سايكوتيك دراجز، الفارماكوكاينetics بتاعتهم والفارماكودايناميك والادفيرس افكت والدراج انتر اكشن اللي ممكن تحصل ما بينهم، وازاي ان انا اعمل مانجمنت للادفيرس افكت دهيت، والكلينيكال فارماكولوجي بقى كل دواء منهم بستخدمه في حاله ايه بالظبط. وديت هتعتبر اهم نقطه بالنسبه لك في اسئله الامتحان، ان هو هيجيب لك الدواء الفلاني ده اهو بيستخدم في علاج ايه من الامراض اللي موجوده قدامك، او يقول لك المرض العلاني ده اهو اللي في الحاله الفلانيه ده اهي استخدم له انه دواء من الادويه اللي موجوده قدامك، وجايب لك ادويه كلهم انتي سايكوتيك. تمام. فانت هتتلخبط، لا يبقى انت المفترض لازم تذاكر الحته دهيت جامد قوي وتحفظ كل دواء بالظبط هيكون مختار لانهي حاله. وطبعا لو فيه نقطه تتعلق بالفهم هوضحها لحضرتك ان شاء الله برضو اثناء الشرح. طيب وبعد كده الجزء الثاني من المحاضره هيكون بيتكلم على البايبولار ديس اوردر، ولكن انا حابب طبعا ان البايبولار نشرحه كجزء منفصل والدبريشن نشرحه كجزء منفصل. طيب بعد كده بيكلم حضرتك يعني ايه سايكوزس اصلا. السايكوزس ده يعني الذهان، يعني انا مش قادر اعمل ديستنجويش او مش قادر ان انا افرق بين الحقيقه وغير الحقيقه. تمام. تمام. فبناء عليه انا عندي ديليوشنز او ضلالات او فولس بليف، حاجات غلط انا بصدقها. تمام. وبهلوس، الهلوسه اللي عندي ده هي هلوسه في السمع، يعني بتوقع ان انا سمعت حاجات وهي ما اتقالتش اصلا، وبتوقع ان انا شفت حاجات وهي ما اتشافتش اصلا. يبقى اذا اوديتري وفيجوال هلوسينيشن. تمام. طيب وتكتايل او اولفاكتوري اند جروسلي، يعني ايه الكلام ده؟ يعني التكتايل ديت يعني احس ان حد لمسني وانا ما حدش لمسني ولا حاجه. تمام. اولفاكتوري احس ان انا شامم حاجه بس انا مش شامم حاجه. تمام. اند جروسلي يعني اللي هي ايه، ممكن انها تزيد بغزاره هذه الاحاسيس مع هذا الشخص اللي عنده سايكوزس او الذهان. تمام. تمام يا سيدي. طيب وكذلك برضو الشخص ده بيكون عنده ديس اورجانيزد ثينكينج، او ما هواش بيفكر بطريقه منطقيه وصحيحه. تمام. فبالتالي هو عنده مشاكل ادراكيه. تمام. وعشان كده احنا قلنا عليها ان هي مشاكل نيورو ديفلوبمنتال، اللي هو ليها علاقه بالتطور بتاع الوظيفه، لكن ملهاش علاقه بان في خلل او دمار في نيورون معين. تمام. يبقى اذا السبب في حدوث السايكوزس هو مال فانكشن. تمام. يعني الوظيفه لا تؤدى بشكل كويس في النيورونال سيركتس اللي هي الحلقات المتصله من الاشارات العصبيه. تمام. ولكن هل حصل تدمير في مكان معين من اماكن الاشاره العصبيه؟ اقول لحضرتك لا، ما حصلش تدمير. تمام. فعشان كده بنقول ان هو نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردر. طيب بعد كده هيكلم حضرتك اهوت على الاسكيزوفرينيا. الاسكيزوفرينيا ده يعتبر ان هو اشهر السايكوتيك ديس اوردر. تمام. والمفترض ان هو جايز ان هو يحتاج ان الشخص يقعد في المستشفى لفتره زمنيه طويله لحد ما يتعالج يعني. وبيكون عند المريض مشاكل في الثينكينج اللي هو طريقه التفكير بتاعته، والبرسبشال ديستربنس يعني عنده مشاكل في الادراك. تمام. يبقى يعني ايه perceptual؟ يعني ادراك، وديستربنس يعني فيه مشاكل في الادراك. طيب هل هو نيورو ديجنريتيف ديسيز؟ لا، ده بيكون نيورو ديفلوبمنتال ديس اوردر، يعني مشكله في التطور بتاع الحاجه، ما هياش مشكله في تدمير الاعصاب ولا حاجه. تمام. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان المشاكل التي تؤدي الى حدوث الاسكيزوفرينيا غالبا ما تبدا في التشايلد هود، في مرحله الطفوله. تمام. هي اللي يبدا عندها المشاكل سواء بقى بشكل ستراكشرال او فانكشنال في الشغل بتاع الدماغ.
تمام. بعد كده بيقول لحضرتك ان مش جين ولا اتنين، لا ده حوالي مئات الجينات المتفرقه والتي تورث، جايز ان هي تكون مسؤوله عن حدوث مثل هذا المرض. يبقى اذا المرض ده قد ينتقل جينيا بصوره او باخرى. تمام تمام. وبيوضح لحضرتك طبعا اللي هو ايه المونوزايجوتيك ايدنتيكال 50%، يعني اللي هو بنسبه كبيره ممكن هو يحصل انتقال لهذا المرض عن طريق الجينات يعني. طيب بعد كده ممكن يقول لحضرتك ان في اسباب اخرى غير الجينات ممكن ان هي تنقل لي او يعني تسبب حدوث هذا المرض، وهي استخدام بعض الادويه. تمام، زي الامفيتامين، البروموكريبتين، الكتامين. تمام، ما الحاجات ديت ممكن ان هي تبدا ان هي تزود لي حاجه زي الدوبامين مثلا. ماشي، ولما الدوبامين هيزيد ده سبب من اسباب حدوث السكيزوفرينيا زي ما احنا وضحنا مع بعض. ماشي ماشي يا سيدي. طيب ده شيء كويس جدا. نكمل الكلام بتاعنا، وهيبدا يكلم حضرتك على كومبوننت اوف السكيزوفرينيا. ايه اللي بيحصل في السكيزوفرينيا بالظبط؟ زي ما احنا ما شرحنا من الملخص من شويه، كنا بنتكلم ان انا عندي حاجه اسمها بوزيتيف سيمبتومز وحاجه تانية اسمها نيجاتيف سيمبتومز. والله بالنسبه للبوزيتيف سيمبتومز ديت المفترض ان هي بيحصل فيها ايه بالظبط؟ اقول لحضرتك بيحصل فيها اكسس او زياده عن الحالة الطبيعية. يعني ايه؟ يعني عندي delusions، معتقدات خاطئة تؤدي الى ان انا بحس ان في visual او auditory ديس اوردرز. انا شايف حاجات ازيد من الناس شايفاها، وسامع حاجات اكتر من اللي الناس شايفاها، وبفكر بقى في حاجات كتيره ديس اورجانيزد او غير منظمه في دماغي، مخلياني يعني ايه، بفكر نفسي جايب التايهه. تمام تمام. مش يبقى ديت كده معنى البوزيتيف سيمبتومز، ووضحنا ان هي عباره عن ديليوشن وهلوسينيشن وديس اورجانيزد بيهيفير بكل اختصار، وبعدين ذكرنا مره ثانيه الكلام ده هنا مره ثانيه. حلو. طيب بالنسبه للنيجاتيف سيمبتومز بقى، لا ديت ليها علاقه بالموتيفيشن والانترست والاكسبريشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناها ان الشخص ده مش هيكون متحفز قوي، يعني ما هواش يعني على عكس خالص النقطه بتاعه البوزيتيف سيمبتومز، ان هو هيبدا يحصل له افوليشن. يعني ايه؟ يعني هيتجنب الناس. وانهيدونيا، انهيدونيا ده يعني هيبقى عنده انعدام متعه. يعني ايه؟ والله تعالى افرح معانا، ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا، تلاقيه مش فرحان على الرغم ان الحاجه ديت مثلا في الطبيعي كانت المفترض انها تفرح. تمام. عنده اسوشياليتي، يعني لا اجتماعيه، ما بيتفاعلش مع الناس او ما بيشتركش مع الناس. عنده بلانتد افكت، يعني ايه؟ يعني بيكون ليه ردود فعل بارده عن الحاجه اللي موجوده عنده دي. تمام. وعنده الوجيا، الوجيا ديت يعني ايه؟ يعني عسر نطق. تمام. وما يقدرش ان هو يقول الكلام يعني بشكل كويس. تمام تمام. طيب بعد كده بيأكد لحضرتك ان البوزيتيف سيمبتومز بتظهر اكتر مع الاكيوت ايبيسود، اللي هو لو في حاله حاده من الاسكيزوفرينيا. تمام. والنيجاتيف سيمبتومز بتظهر اكتر بقى مع الشخص مع الزمن او مع الوقت في الكرونيك ايبيسودز. تمام. بيبدا يظهر عليه اكتر بقى النيجاتيف سيمبتومز دي. تمام. وطبعا بيكون ليها مشاكل سواء كوجنيتيف ادراكيه او مشاكل على الايموشنز بتاعته او الحاله النفسيه بتاعته. تمام. طبعا احنا الجدول ده برضو يعتبر ان احنا ذكرناه واحنا بنشرح هنا، ولكن هو يعني ايه جايب لك التعريفات بتاعت كل حاجه منهم بالانجليزي. تمام. اللي هو مثلا الانهيدونيا ده هتلاقي ان هو كاتب لك البيشنت فيل نو بليجر، اللي هو ما عندوش شغف في اي حاجه. تمام. فهو نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه كترجمه من شويه. طيب هنا بقى بعد كده بيوضح لحضرتك النيجاتيف والبوزيتيف سيمبتومز ديت المفترض ان هي جات لي ازاي كباثوجينيس. تمام. هنا بيوضح لك مثلا ده ميزو كورتيكال باسواي، وده ان هو الميزو ليمبيك باسواي. تمام. فالمفترض ان هو بيقول لحضرتك ان بالنسبه للميزو ليمبيك باسواي بسبب ان انا عندي دوبامين كان كتير، فبناء عليه يعني بدأ ان الدوبامين الكتير ده يؤدي الى حدوث البوزيتيف سيمبتومز. والمفترض ان انا بالنسبه لي هنا لما السيروتونين هو اللي كان كتير كان ادى الى حدوث النيجاتيف سيمبتومز. تمام. يعني ده باختصار للي هو عايز ان هو يقوله. طبعا بيوضح لحضرتك هنا ان في بوزيتيف سيمبتومز هتحصل، في نيجاتيف سيمبتومز هيحصل مشاكل في النيورو ديفلوبمنتال. تمام. وفي امراض اخرى بتكون نيورو ديجنريتيف. تمام. وعندي كوجنيتيف سيمبتومز اللي هي ايه؟ مشاكل في الادراك. ده المشكله بتاعه الاسكيزوفرينيا. طيب هنا هيبدا يوضح لحضرتك الاختلافات او المشاكل اللي بدات تحصل عند الميزوليمبيك اريا وعند الميزو كورتيكال اريا وهكذا. طيب اول حاجه بالنسبه للميزوليمبيك اريا، ايه اللي بدا ان هو يحصل؟ هيبدا بيقول لحضرتك ان حصل كلام كتير كده مفاده ان بدا يحصل بوزيتيف سيمبتومز نتيجه زياده الدوبامين.
تمام. طيب عشان نفهم الكلام اللي موجود عندك ده، محتاجين ان احنا نبص على الرسمه اللي موجوده عندك دي. تمام. ان في حاله مثلا الميزوليمبيك باسواي، المفترض ان ايه اللي بدأ ان هو يحصل عندك؟ قال لك ان الدوبامين ريسبتور المفترض ان هي هتكون مسؤوله عن افراز يعني الدوبامين، ويبدا ان هو يروح عند هذه النيوكليس اكومبنس. تمام، دي من ناحيه. ومن ناحيه تانية هنا، يعني خلينا ان احنا نرجع تاني للسلايد. فهو بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لحضرتك ان النيورال بروجيكشن فروم ذا فنترال تيجيمنا اريا، تمام، اللي هي الفي تي اي، هتبدا انها تروح للنيوكليوس اكومبانس. تمام، اميجلادا وهيبوكامبس، الاماكن ديت يعني هيبدا ان هو يروح لها زي ما في الرسمه اللي موجوده عندك تحت ده اهي، وهيبدا ان هو يفرز هناك الدوبامين، ولما يفرز هناك الدوبامين ده هيبدا ان هو يؤدي الى حدوث البوزيتيف سيمبتومز. تمام. طيب بعد كده بالنسبه للنيجاتيف سيمبتومز، فبيوضح لحضرتك ان حصل مشاكل في الميزوكورتيكال باسواي. تمام، فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان بدا يحصل يعني للدورزال ستريتم التغيرات اللي احنا حكيناها برضو من شويه، فبالتالي ادت الى حدوث النيجاتيف سيمبتومز. تمام. يبقى اذا عند الاميجلادا والهيبوكامبس ديت كانت مسؤوله عن البوزيتيف سيمبتومز، وعند هنا الدورزال ستريتم ادت الى حدوث المشاكل بتاعه النيجاتيف سيمبتومز. تمام. طيب اشهر اثنين نيورو ترانسميترز ممكن يكونوا مؤديين الى حدوث الاسكيزوفرينيا، هو كاتب لك هنا الدوبامين والجلوتاميت، زود معاهم كمان السيروتونين. تمام. طيب نخش بعد كده هنا، هتلاقيه ان هو برضه بيوضح لحضرتك نفس الفكره. بيقول لك ان انت عندك بالنسبه للبوزيتيف سيمبتومز مسؤول عنها الميزوليمبيك باسواي، والمفترض ان كان فيها دوبامين كتير، فانا الهدف بتاعي ان انا اقلل الدوبامين. تمام. وبالنسبه للنيجاتيف سيمبتومز، فديت الهدف فيها ان انا مثلا هزود الدوبامين واقلل السيروتونين. تمام. مش بعد كده بيوضح لحضرتك هنا برضو ان في هايبوثيسز كتير او فرضيات كتير بتوضح الباثوفيسيولوجي بتاع حدوث هذا الاسكيزوفرينيا. تمام، بيقول لك ان مفيش جين واحد مؤثر، لا ده في جينات كتيره. تمام، والجينات دهيت الميوتيشنز بتاعتها مختلفه، سواء ان في اضافه او حذف لبعض الجينات او قواعد من الجينات. تمام. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان انت عندك ثلاثه هايبوثيسز بترجح نظريه السيروتونين، او هايبوثيسز اخرى للدوبامين، وهايبوثيسز اخرى للجلوتاميت والادوار بتاعتهم في حدوث هذا المرض. اول هايبوثيسز هيكلمك على السيروتونين. تمام، بيقول لحضرتك ان انت عندك اثنين ريسبتورز، سيروتونين 2A و 2C. ماشي، بالنسبه للسيروتونين 2A ده بيقول لحضرتك ان هو مسؤول عن تحفيز افراز الدوبامين والنورادرينالين والجلوتاميت والجابا والاسيتايل كولين. تمام. وطبعا بيقول لحضرتك ان انت لو استخدمت انفيرس اجونست او حاجه تقفل لك هذا الريسبتور، تمام، يبقى انت كده يعتبر ان انت بدات ان انت ايه؟ بدات ان انت تقلل من السيمتومز او المشاكل التي تؤدي الى حدوث هذه السكيزوفرينيا. يبقى اذا قفلك لهذا السيروتونين ادى الى ان الدوبامين مثلا هو هيقل افرازه وهكذا، فبناء عليه كده يعتبر ان انا هكون انتي سايكوتيك في حاله لو انا قفلت هذا السيروتونين ريسبتور رقم 2. ايه هي الادويه اللي بتقفل السيروتونين ريسبتور رقم 2؟ ايه؟ عندي الاولانزابين والزيبراسيدون والبريكسيبيبرازول والاريبيبرازول. تمام، فدول كده يعتبروا انتي سايكوتيك، وبيقول لك هم ان هم سكند جنريشن. لو انت فاكر من الجدول اللي انا شرحته لك في الملخص، قلت لك ان انا عندي فيرست جنريشن وسكند جنريشن، والسكند جنريشن ده هو الاكثر تطورا منهم. تمام، واللي بيشتغل عليه السيروتونين بلوكر عموما. طيب كذلك عندي 5-HT2C ريسبتور. تمام، دول برضو الاستيميوليشن بتاعهم المفترض ان هو بيعمل انهبيشن للدوبامين ريليز في الميزوليمبيك اريا والميزوكورتيكال اريا. تمام، يعني المفترض برضو ان انا لما هبدا ان انا اقفل هذا الريسبتور بانفيرس اجونست زي الكلوزابين او الازينابين او الاولانزابين، فده برضو هيبدا ان هو يساعد معايا في ان انا احل المشكله. بيوضح لحضرتك اساسا يعني ايه كلمه انفيرس اجونست. لو انت فاكر بقى من الفارماكولوجي، احنا قلنا الاجونست الطبيعي المفترض ان هو بيحفز في اتجاه معين، اللي هو وليكن مثلا هيقلل الضغط. طيب الانفيرس اجونست لا، ده هيعمل تاثير عكسي عنه. تمام. مش
طيب نخش بعد كده على النظريه الثانيه اللي هي بتاعه الدوبامين. فهي بتوضح لحضرتك هنا نفس الكلام برضو اللي احنا قايلينه من شويه، ان السايكوزس ده عباره عن زياده في الميزوليمبيك اكتيفيتي بتاعه الدوبامين. تمام، في دوبامين كتير في الميزوليمبيك. طبعا انت هتحس ان الكلام هنا ملعبك شويه، ولكن اعتقد ان كنا ان احنا شرحناه على السبوره في الاول وفي الملخص، المفترض ان انت تكون فاهم ان بكل اختصار ان مثلا بالنسبه للسيروتونين، والله ده السيروتونين عمال ان هو يزود كل المشاكل ويزود كل النيورو ترانسميتر زي ما قلنا من شويه. هو الحل ايه؟ الحل ان انا اقفل السيروتونين. طيب هنا في النظريه الثانيه، والله ده انا عندي الدوبامين زاد في الميزوليمبيك اريا، تمام، فانا الحل ان انا استخدم ادويه تعمل لي بلوكج للدوبامين ريسبتورز اللي متواجده في هذه المنطقه. تمام، زي مين؟ زي اريبيبرازول مثلا وبريكس بيبرازول. تمام. طيب وكذلك المفترض ان هو بيوضح لحضرتك يعني ان زياده الدوبامين ريسبتور دينستي اللي هي كتر الدوبامين ريسبتور بتؤدي الى حدوث زياده في الدوبامين في هذه المنطقه، تمام، اللي هي منطقه الميزوليمبيك ستريتال باثوي. تمام. ويعني بيقول لك ان احنا عملنا ابحاث كتيره لقينا ان ده مثلا بيؤدي الى حدوث الذهان او السكيزوفرينيا، وبيقول لك لما احنا استخدمنا دوبامين اجونست او حاجات شبيهه بالدوبامين زي الليفودوبا والامفيتامين ادت الى حدوث السكيزوفرينيا. فده تاكيد على النظريه يعني ان السكيزوفرينيا بيكون سببها زياده في الدوبامين في هذه المنطقه. تمام. فبيقول لحضرتك في حاله ان لو فيه سايكوزس حصل بسبب استخدام الامفيتامين، تمام، فوقتها حضرتك ممكن ان انت تستخدم الريزربين. تمام. تمام. طيب انا مش فاهم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، هو معناه ايه الكلام ده؟ اقول لك تعالى كده اما نفتكر. هو اساسا كان المفترض ان النيورو ترانسميترز ديت بتطلع ازاي؟ ديت النهايه العصبيه وديت الفيزيكال. تمام. تمام. طيب المفترض ان الامفيتامين كان بيبدا ان هو يعمل ريبليسمنت للدوبامين مثلا او النيورو ترانسميتر من هنا، وبالتالي يطرده ويعمل له خروج، بحيث ان هو الدوبامين يخرج ويبدا يزيد التركيزات بتاعته. تمام. تمام. ده شغل الامفيتامين ودوره في ان هو يزود لي الدوبامين، وبالتالي يحصل سايكوزس بسبب هذا الدوبامين اللي طلع. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا ما اخليش فيه دوبامين كتير اصلا موجود جوه الفيزيكال. طب ده هيحصل ازاي؟ عن طريق ان انا عندي الريزربين ده اهو بيقفل الفي مات. ايه الفي مات؟ الفي مات ديت لو حضرتك فاكر برضو من الفارما واحد، كنا احنا قلنا ان فيه هنا ناقل هو اللي بينقل الدوبامين ويدخله الى هذه الى هذه الفيزيكال. فانا لو قفلت هذا الفي مات فاذا انا همنع دخول الدوبامين الى هذه الفيزيكال، وبناء عليه يعتبر ان انا سبته معرض الى الانزيمات اللي هتكسره هنا، وبالتالي كده اكون انا قللت من الدوبامين وخليت ان الامفيتامين ده ملوش لازمه، لان طول ما الفيزيكال ما فيهاش دوبامين الامفيتامين عمره ما هيقدر ان هو يستبدله ولا يفرز هذا الدوبامين. حلو. طيب بعد كده بيأكد لحضرتك ان الاتيبيكال انتي سايكوتيك دراجز، تمام، اللي هي السكند جنريشن، يعني لو انت فاكر كنا احنا قلنا ان هي ايوه بتقفل الدوبامين ريسبتور رقم 2، ولكن مش بتقفله كويس زي النوع الاولاني. النوع الاولاني هو اللي كان بيقفل الدوبامين ريسبتور بصوره كويسه، اما النوع الثاني لا، يعني بيقفله ولكن ما هيش بصوره كويسه قوي. تمام. تمام. مش دي تعتبر معلومه جانبيه يعني بعيدا عن النظريه بتاعت الدوبامين عموما، يعني ان هي الجيل الثاني او الاتيبيكال انتي سايكوتيك اللي احنا اتكلمنا عليهم بيقفلوا لي اكتر السيروتونين ريسبتور رقم 2 ايه ويعني ايه ما لهمش علاقه قوي بالدوبامين ريسبتور. طيب بعد كده بيكلم حضرتك على الجلوتاميت هايبوثيز، برضو الكلام اللي هنا يلخبط اللي ما يتلخبطش. تمام. ولكن خلينا ان احنا نحاول ان احنا نعيد الصياغه بتاعته مره اخرى ونتذكر الكلام زي ما احنا ما شرحناه. اتمنى ان حضراتكم تكونوا فاكرين الكلام الاصلي اللي احنا حكيناه. طيب بيقول لحضرتك اول حاجه ان السبب في المشكله بتاعه الجلوتاميت ان النمضه ريسبتور اللي بيمسك فيها هذا الجلوتاميت هي اللي فيها مشكله، فاذا هي لا تستجيب للاشارات اللي جايه لها او للجلوتاميت اللي جاي له. تمام. تمام. طيب بما ان هذه النمضه مش شغاله كويس، يبقى اذا ايه اللي هيبدا ان هو يحصل؟ يبقى اذا هي هتيجي مش هتقدر ان هي تشغل الجابا نيورون. طيب الجابا نيورون ديت كانت مسؤوله عن ان هي تهديلي الدنيا شويه في الشغل بتاع السي ان اس. تمام. طب بما ان انا
لما النمضه ما اشتغلتش على الجابا ايرجيك انتر نيورون، يعني الجابا ما اشتغلتش، يعني الدنيا ما هديتش في الدماغ، يبقى الدنيا هتبدا ان هي تخرب ويحصل هيبره وعدم انتظام في التفكير ولا في اي حاجه موجوده جوه الدماغ. تمام، ده اللي بيوضح لي ازاي النمضه لما ما تشتغلش هيبدا انها تؤدي الى حدوث مشاكل في هذا الذهان. طيب او الذهان يعني. تمام، فبيقول لحضرتك اهوت الديمينشد جابا ايرجيك اكتيفيتي هتبدا ان هي كده ايه تقلل او تعمل لي مشاكل برضو مع الجلوتاميرجيك اكتيفيتي. تمام، يعني يعتبر ان هو بيتكرر في نفس الكلام. بعد كده بيقول لحضرتك برضو reduced في جلوت واحد اكسبريشن. في جلوت واحد ديت برضو هي ناقل معين خاص بالنيورو ترانسميترز اللي هي خاصه بالتنشيط. تمام، فنقصه برضو بيؤدي الى حدوث مشاكل تخص هذا الجلوتاميت او النمضه. تمام، فبيقول لحضرتك المفترض ان انا عشان اتاكد من النظريه بتاعت ان لو النمضه فيها مشكله او مقفوله او ما بتشتغلش هيؤدي ذلك الى حدوث ذهان، عملوا تجربه ادوا نمضه انتاجونست. تمام، قفلوا يعني النمضه بمعلوميتهم سواء عن طريق استخدام الكتامين او الفين سايكليدين. تمام، فلما استخدموهم لقوا ان الناس بدأ يحصل عندهم مشاكل ادراكيه cognitive impairment. تمام، وبدأ يظهر عندهم اعراض شبيهه بالسايكوزس. تمام، وبداوا ان هم يحصل عندهم ريديوز سوشيال انتراكشن، مش عايزين يتفاعلوا مع البشر ولا يتعاملوا معاهم. تمام، وبدا يحصل عندهم ريبيتيتيف بيهيفيرز اللي هي ايه حاجات عمالين ان هم بيكرروها بتوحي بان هم عندهم مشاكل في الادراك. يبقى اذا احنا تاكدنا ان النمضه لما بيحصل فيها خلل او ما بتستجيبش او استخدمت لها انتاجونست اكيد ده هيؤدي الى ظهور برضو اعراض شبيهه بالسايكوزس. تمام، يبقى اذا النمضه ليها تاثير في حدوث السايكوزس. طيب النمضه ديت المفترض ان هي بيكون من ضمن التركيب بتاع الريسبتور ده بيكون فيه جلايسين. ماشي. طيب فبناء عليه المفترض ان الجلايسين ده لو مش موجود بالكميه الكافيه والشكل الكافي بتاعه، يبقى اذا ايه اللي هيبدا ان هو يحصل؟ يبقى النمضه مش هتقوم بدورها بشكل كويس. طيب الحل ايه؟ الحل ان انت وفر الجلايسين، ادي هاي دوز من الجلايسين. لما هتديها هتلاقي ان الجلوتاماتيرجيك اكتيفيتي بدات تشتغل. نتيجه ايه؟ نتيجه ان الجلوتاميت قدر يشتغل على النمضه ريسبتور، لان الخلل اللي في النمضه اللي هو كان عباره عن نقص في الجلايسين خلاص الحمد لله اتحل. تمام. طيب في ادويه اسمها جلايسين ترانسبورت انهبيتور. يعني ايه جلايسين ترانسبورت انهبيتور؟ اقول لحضرتك ما هو المفترض ان انا عندي الدماغ اهو، والله المفترض ان الجلايسين ده بيتنقل من هنا لهنا 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 مثلا، يعني بيتنقل جوه الدماغ براحته. حلو. طب انا عايز ان انا اثبته عند هذه المنطقه اللي فيها خلل ادى الى حدوث هذا السايكوزس او الذهان. يبقى اذا انا عايز امنع التنقلات بتاعه هذا الجلايسين. يبقى اذا لما استخدم جلايسين ترانسبورت انهبيتور يبقى انا ثبت الجلايسين في المكان اللي انا عايزه على النمضه ريسبتور مثلا الفلاني اللي انا عايزه ان هو يكون متواجد عليه ده، وبناء عليه الجلوتاميت هيقدر ان هو يشتغل عليه، وبالتالي الدايره تبدا ان هي تكمل معايا ويعني ما يحصلش مشكله الذهان. يبقى اذا برضو ديت كلاس ممكن ان انا استخدمها معايا بناء على هذه النظريه اللي هي الجلايسين ترانسبورت انهبيتور، هتكون سايكوتروبيك دراج او انتي سايكوتيك دراج. طيب كذلك برضو في عندي دواء اسمه امباكين. الامباكين ده من نفسه كده او من اسمه المفترض ان هو بيصلح لي جزئيه في جلوتاميت ريسبتور اسمها الامبا جلوتاميت ريسبتور. تمام، فطالما ان هو بيصلح الامبا جلوتاميت ريسبتور يبقى اذا سميناه امباكين. تمام، فلما هيصلحه هيخلي الجلوتاميت يمسك فيه ويحل لي برضو المشكله دي. تمام يا سيدي. طيب بيوضح لك برضو ان الامباكين ده بيبدا يحمي النيورون او الاعصاب من التوكسيك كيميكالز عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها البي دي ان اف. يعني ايه بي دي ان اف؟ البي دي ان اف ده اللي هو برين ديرايفد نيوروتروبيك فاكتورز. المهم يعني ان هي حاجات معينه هتحمي الاعصاب من التلف بالمواد السامه. يبقى اذا الامباكين ده المفترض ان هو بدا يعمل كوريكت للبيهيفير او يصلح التاثيرات بتاعه الامبا جلوتاميت ريسبتور. تمام، ولما هيصلح المشاكل اللي هناك برضو يبقى اذا كده هو حل جزء من المشكله. يبقى اذا انا كده محتاج ان انا اعمل ايه بالظبط عشان الدنيا تتحل؟ محتاج ان انا اشغل النمضه ريسبتور. طب ما عرفتش ان انا اظبطه، خلاص هزود جلايسين عشان ان هو يحاول يظبط لي النمضه ريسبتور.
طيب في حل تاني، ممكن ان انا اعدل المشاكل اللي في الامبا جلوتاميت ريسبتور عن طريق استخدامي للامباكين. طيب هل النمدا انتاجونست هيساعدني في علاج الحاله؟ اقول لحضرتك لا، ده بالعكس، ده هيسوء الحاله وهيؤدي الى حدوث الاعراض الخاصه بهذا السايكوزس. تمام تمام. يبقى اذا بكل اختصار لما يجي يقول لي الباثوجينيسيس طبقا للجلوتاميت هايبوثيسيس، هتقول له ايه؟ هتقول له ان في هايبو فانكشن من النمدا ريسبتور، وبناء عليه لما النمدا ريسبتور ما هياش شغاله بشكل كويس، ايه اللي بدا ان هو يحصل؟ ما قدرتش ان هي تسيطر لي على الجابا ارجيك انترنيورون، تمام، اللي هي النيورونز الخاصه بالجابا ترانسميتر. تمام. طيب الجابا ده لو ما تاثرش عليه، الجابا ده كان دوره ايه؟ ان هو يهدي الدماغ. طب انت ما اثرتش على اللي بيهدي الدماغ ولا شغلته، يبقى اذا الدماغ مش هتهدى، وبالعكس هيبدا يحصل بقى المشاكل بتاعه الذهان كلها. تمام تمام. طيب هل الجلوتاميت هايبوثيس بتاثر على ايه بالظبط؟ هل بتاثر على البوزيتيف سيمتومز بس ولا على نيجاتيف سيمتومز كمان؟ اقول لحضرتك بتاثر على البوث سيمتومز. تمام. وديت نقطه مهمه جدا جدا في هذه النقطه. تمام كده الحمد لله خلصنا الكلام بتاع الباثوفيسيولوجي كله، والمفترض كده بقى هنبدا ان احنا نتكلم على الانتي سايكوتيك ايجنت، وللاسف برضو الدكتور ما هوش منظمها قوي، فانت افتكر الكلام الاساسي اللي احنا وضحناه من خلال الملخص اللي من شويه، وبعدين نتكلم في التفاصيل من خلال شرح الدكتور زي ما هو ما جايبها. وطبعا انا لازم ان انا اجيبها لك من السلايد واشرح لك على جنب لو احتاجنا ان احنا نشرح على جنب. تمام تمام. اول حاجه بيقول لحضرتك ان الانتي سايكوتيك ايجنت ده الهدف بتاعها ايه؟ الهدف بتاعها ان هي تخلي الشخص ده ريستور الافري داي لايف، يرجع لحياته الطبيعيه ويفكر زيه زي بقيه الناس. تمام تمام. طيب وبيوضح لحضرتك ان لو في ناس كانوا يعني زهقانين من الادويه اللي ليها ادفيرس افكت كتيره، اللي هي التيبيكال انتي سايكوتيك، يعني مفيش مشكله خالص ان هو يبدا يتجه الى الاتيبيكال انتي سايكوتيك اللي هو السكند جنريشن ده، اللي هو زي الاولانزابين. تمام تمام. طيب ده شيء كويس جدا. طيب بعد كده بيقول لحضرتك not all schizophrenic patient respond to drug therapy، يعني مش كل الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا ممكن يستجيبوا الى الدواء العلاجي. تمام. يعني عشان كده احنا قلنا احنا بنحاول ان احنا نحسن في الاعراض، مش بنقدر ان احنا نعالج الحاله بصوره كبيره. فبيقول لحضرتك اهوت يعني انت عشان انت تدي افيكاسي كويسه انت محتاج تقفل الدوبامين بنسبه 80%، وطبعا انت لما هتيجي تقفل الدوبامين بنسبه 80% يبقى انت كده بتعمل ادفرس افكت في اماكن اخرى زي ما احنا موضحنا. تمام تمام. بيقول لحضرتك ان في 30% من البيشنت ممكن ان هم يكونوا لا يستجيبوا للكلاسز. تمام. وبناء عليه ال 30% دول انا بقول عليهم ان هم تريتمنت ريزيستنت، لا يستجيبوا للعلاج بالادويه اللي احنا حددناها دي. تمام تمام. طيب ايه هو السبب؟ اقول لحضرتك السبب ان في اختلافات ما بين الريسبتورز بتاعت سواء الدوبامين او السيروتونين بينه وبين البشر. تمام. هي بتكون بوليمورفيك تشينجز بتحصل في هذه الريسبتورز، فبالتالي مش كل الناس هيكون الادويه ديت مصممه بالظبط على الريسبتور اللي موجود عندهم. تمام تمام. طيب كذلك برضو انت بالنسبه لك لما تيجي تقفل الدوبامين ريسبتور يبقى حضرتك كده بتسيطر على البوزيتيف سيمتومز، ولكن للاسف مش بتقدر تسيطر على النيجاتيف سيمتومز. تمام تمام. وكذلك زي ما احنا وضحنا ان في ناس بتزهق اصلا ومش بتكمل العلاج نتيجه الادفيرس افكت الكتيره اللي ممكن تحصل، سواء بقى عندك حاله الاي بي اس او الاكسترا بيراميدال سايد افكت اللي ممكن تحصل معايا مع قفله الدوبامين بلوكر. تمام. وكذلك برضو عندي اللي هو السيداتيفز او الاندوكراين افكتس اللي ممكن تحصل. طبعا الاندوكراين افكتس زي ايه؟ زي ان هو بيحصل زياده في البرولاكتين ليفل. تمام. عندي برضو اللي هو الاتش 1 بلوكر بيبدا ان هو يعمل لي سيداتيف اكشن، فبناء عليه كل الكلام ده هيعمل لي مشاكل. تمام تمام. ماشي. وكذلك برضو ان انت بالنسبه لك لما بتقفل الالفا 1 بيبدا ان هو يحصل معاك ريفلكس تاكيكارديا، وبناء عليه ممكن تؤدي الى حدوث اريزميا. فكل المشاكل دي طبعا بتخلي الكومبلاينس او تخلي ان المريض ما يستمرش على هذا العلاج لفتره زمنيه طويله، وبناء عليه المفترض ان هو كده ايه يعني الدنيا مش هتكون تمام معاه. ماشي. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان اغلبيه الانتي سايكوتيك ايجنتس بيكونوا بارشال اجونست او انتاجونست على الدوبامين ريسبتور اللي هو دوبامين 2 ريسبتور. فاذا لما يكونوا هم انتاجونست ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم هيقفلوه تماما وبالتالي مش هيخلوا الدوبامين يمسك فيه. طب لما يكونوا بارشال اجونست يعني هم هيكونوا شغالين وليكن بنسبه 20% زيهم زي الدوبامين، ولكن النسبه الاكبر ان هم مش شغالين او قافلين هذا الريسبتور. ففي الحالتين المهم ان ده بالنسبه لي في الميزوليمبيك اريا هيبدا يعالج لي البوزيتيف سيمتومز زي ما وضحنا من شويه.
تمام تمام. طيب في جمله هنا ممكن تيجي لحضرتك كسؤال في الامتحان، ويقول لك هل ده ادفيرس افكت ولا ما هوش ادفيرس افكت. تمام. بيقول لحضرتك no distinction between other brain pathway of dopamine causes indirect effect. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا ما اقدرش مثلا ان انا استخدم الدوبامين بلوكر ده على المنطقه اللي انا عايزها بس، لا للاسف انت لما بتستخدمه انت بتستخدمه بشكل عام على كل المناطق اللي متواجده عند حضرتك. تمام. فبناء عليه اكيد هيبدا يحصل معاك ادفيرس افكتس كتير. تمام. طيب بعد كده بيكلمك على السيروتونين انتاجونست في الميزوكورتيكال باثواي. طبعا هو ده اللي هيبدا يعمل لك اليفيتس للنيجاتيف سيمبتومز، ان هو يعالج لك المشاكل بتاعه النيجاتيف سيمبتومز لما انت تقفل السيروتونين ريسبتور، خاصه طبعا السيروتونين ريسبتور 2A. تمام. بيقول لحضرتك ان السيروتونين ريسبتور 2A ده المفترض ان هو بيكون جي انهبيتوري. ماشي ماشي. فلما انت بتحفزه بتبدا ان انت تحفز النيورونال انهبيشن وتقلل الدوبامين ريسبتور في او الدوبامين ريليز في الاستريتم. فبناء عليه احنا محتاجين ان احنا نقفل هذا السيروتونين عشان يبدا الدوبامين في هذه المنطقه بتاعه الميزوكورتيكال دهيت يبدا ان هو يرتفع مره اخرى. تمام. يبقى اذا انا هبدا استخدم دلوقتي سيروتونين تايب 2A انتاجونست اللي هو زي الاولانزابين والريسبيريدون. تمام. وده طبعا هيبدا ان هو يزود لي الدوبامين ريليز. ماشي. وبيوضح لحضرتك ان انت في حاله اللي انت هتستخدم فيها السيروتونين انتاجونست، فانت في الحاله ديت كده تعتبر ان انت هتفيد قوي المريض اللي عنده باركنسونيزم. تمام. اشمعنى؟ لان حضرتك كده هتقلل من عليه الاعراض بتاعه الاي بي اس، لان انت ما قفلتلوش الدوبامين ده، بالعكس ده انت لما انت قفلت الريسبتور بتاع السيروتونين ده بدات ان انت تزود الدوبامين ريليز شويه كمان. تمام تمام. طيب بيوضح لحضرتك ان انت بالنسبه لك في انهانسنج او زياده في الدوبامين هتبدا تحصل، والزياده في الجلوتاميت هتبدا تحصل. تمام. في الميزوكورتيكال باثواي، والسيروتونين طبعا هيبدا يحصل فيه انتاجونيزم، وبناء عليه النيجاتيف سيمبتومز هتبدا تتحسن. يبقى اذا النيجاتيف سيمبتومز هتتحسن امتى؟ لما الميزوكورتيكال باثواي يبدا يزيد فيه الدوبامين وجلوتامين او جلوتاميت، ويبدا يتقفل فيه الريسبتور بتاع السيروتونين تايب 2A. تمام تمام. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان لو انت استخدمت سيروتونين ريسبتور بلوكر وماسكارينيك ريسبتور بلوكر، فحضرتك كده هتكون قللت الاعراض بتاعه الاي بي اس باقصى درجه ممكنه. طيب ممكن تفهمني النقطه ديت اشمعنى خاصيه بالذكر الاستايكولين؟ اقول لك ما هي ديت النقطه اللي انا كنت ماجلها في الشرح شويه. قلت لك ان الباركنسون بيتحكم فيه حاجتين، اول حاجه الدوبامين، ما قلتلكش تاني حاجه بقى، تاني حاجه هي الاسيتايل كولين. تمام تمام يا سيدي. فبناء عليه بقول لحضرتك المفترض ان انا بالنسبه لي هذا الدوبامين لو قل، وهذا الاسيتايل كولين لو زاد، يبقى اذا كده هتبدا تحصل الاعراض بتاعه الباركنسونيزم. يبقى اذا الحل ايه؟ الحل ان انا ارفع دوبامين واقلل اسيتايل كولين. طيب لما انا قفلت هذا السيروتونين انا بدات ارفع دوبامين، ولما انا قفلت هذا الماسكارينيك يعتبر ان انا بدات اقلل في الاسيتايل كولين، وبالتالي ده هيكون انسب وضع لحاله الباركنسونيزم او لحاله الاي بي اس بقى اللي هي الاكسترا بيراميدال سايد افكت. يبقى اذا بيقول لك لما بيكون فيه بارالل اكشن، لما استخدم الاثنين دول مع بعض ده هيكون افضل حاجه للتحسين بتاع هذه الحاله. طيب بيأكد على حضرتك لو في حد جاي لك وهو عنده بي دي. يعني ايه بي دي؟ يعني باركنسونيان ديسيز او باركنسونيزم. تمام تمام. وجاي لك برضه وهو عنده ذهان. ماشي. فحضرتك عايز ان انت تعالج السايكوزس بما لا يؤثر على حالة الباركنسون اللي موجودة عنده. يبقى ايه افضل حاجة تستخدمها؟ افضل حاجة استخدمها هو يا دواء اسمه بريما فانسيرين. البريما فانسيرين ده عبارة عن انفيرس اجونست، بيشتغل بس على السيروتونين 5-HT2A وملوش اي علاقة بالدوبامين ريسبتور، وبناء عليه هيعالجك بدون ما يدي تأثير سلبي على الحالة بتاعة الباركنسون اللي متواجدة عند هذا الرجل. تمام تمام. طيب بعد كده بقى اخيرا للاسف للاسف الشديد هو طبعا كان المفترض يعرف حضرتك في الاول يعني ايه فيرست جنريشن ويعني ايه سكند جنريشن، ولكن ما علينا، احنا تراضينا عن النقطه ديت والحمد لله قدرنا نحلها احنا. تمام. فبيوضح لحضرتك بقى ان انت بالنسبه لك كفيرست جنريشن موجود عندك تيبيكال دراجز اللي هي زي كلوروبرومازين والفلوفينازين والهالوبريدول والثايو
فيكسين والبريفينازين والترايفلوبيرازين والسولبريد والاميسولبريد والبري سيازين. ودول الثلاثه دول ذكر لك عليهم ان هم بيكون لهم فيور اي بي اس شويه، تمام، ما بيعملوش اعراض من بتاعه الاكسترا براوندال سايد افكت قد كده، تمام. وعندك برضو اللي هو اللوكزابين والموريندون والبيموزايد. طيب هل الحاجات ديت كلها حفظ؟ اقول لحضرتك ده يتوقف على الدكتور اللي موجود عندك، ولكن خليني اكد لك ان انت حتى لو هتنقي منهم حاجات تذاكرها او تركز عليها اكتر، طبعا الكلوربرومازين ما ينفعش يتنسي، تمام. الهالوبريدول ما ينفعش يتنسي، بيتذكر كتير. الحاجات اللي هي تأثيرها قليل على الاي بي اس ده اهي برضه ما ينفعش تتنسي، على الاقل احفظ حتى اول واحد منهم السولبيرايد، تمام. ولكن يفضل طبعا ان حضراتكم تسالوا الدكتور، او لو كان الدكتور اثناء المحاضره حدد ادويه بعينها فبرضه يفضل ان حضراتكم تحفظوا هذه الادويه، تمام تمام. طيب بعد كده بيوضح لك ان الفيرست جنريشن دهيت بيكون تاثيرهم اكتر على الدوبامين ريسبتور، يعني تاثيرهم اكتر ان هم يقفلوا الدوبامين ريسبتور. طيب طالما هيقفلوا الدوبامين ريسبتور يبقى اذا هم ليهم افينيتي عليه كويسه. طيب طالما قفلوا الدوبامين ريسبتور يبقى اذا هم حلوا لي المشاكل بتاعه البوزيتيف سيمبتومز، وما اثروش علي على النيجاتيف سيمبتومز، ولا اثروا عليها؟ اقول لك ممكن يكونوا اثروا عليها، ولكن تاثيرهم الاساسي على البوزيتيف سيمبتومز، تمام تمام. حلو قوي. طيب هتلاقي بقى ان هم هيعملوا لك ادفيرس افكت كتير، تمام، زي الاكسترا بيراميدال سيمبتومز، ماشي. وكذلك برضو هتلاقي ان دول زي ما انا وضحت لك في الملخص بيقفلوا ال H1 ريسبتور هو كمان، فبناء عليه هيعملوا لك سيداتيف اكشن، تمام. والمفترض ان هم يعني ممكن كمان يبدا يحصل معاهم هايبوتنسيف اكشن، تمام، زي دواء اسمه الكلوروبرومازين. طالما حدد لك ادويه بعينها اللي هو فلوفينازين وكلوروبرومازين، يبقى ده سؤال مقترح ان هو يجي لك في الامتحان كسؤال ام سي كيو، ويقول لك مثلا الفلوفينازين هل هو بيعمل مثلا اكسترا بيراميدال سيمبتومز ولا لا، تمام. اديني دواء بيعمل سيداتيف اكشن وهايبوتنسيف اكشن، تمام، فاكيد هتذكر له الكلوروبرومازين مثلا وقتها، تمام تمام. طيب بعد كده بيكلمك على السكند جنريشن دراجز او الاتيبيكال انتي سايكوتكس، ودي بقى بيذكر لك امثله عليهم، وطبعا كلهم المفترض يكون ليهم فيور اي بي اس وفيور ادفيرس افكت ليها علاقه بالدوبامين، لان هنا انت بتكون تركيزك الاكبر على السيروتونين ريسبتور. طيب زي مين بقى؟ زي عندك كلوزابين واسينابين والاولانزابين، ده طبعا بيكون ليه فيور اي بي اس. وعندك كيوتابين والزوتيبين وكاريبرازين، وعندك الريسبريدون، وعندك البريكس بيبرازول والاربيبرازول، ده برضو من ضمن الحاجات الشهيرة. وعندك السيرتينيدول والكاريبرازين والبريمافانسيلين والسولبريد ذكره لك برضو مرة تانية هنا، بما يوحي ان هو ليه تأثيرات اقل على الدوبامين ريسبتور واكثر ناحية السيروتونين، تمام تمام. بيأكد عليك هنا ان الجريتر افينيتي ناحية السيروتونين اكتر، ان هو يبدأ يقفل لي السيروتونين ريسبتور رقم 2 ايه، وملوش تأثيرات قوي على الدوبامين، عشان كده الادفيرس افكتس بتاعته هتكون اقل باذن الله، تمام تمام. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان هو بيشتغل كبارشال اجونست، ماشي. يعني في ادويه من دول يعني المفترض ان هم بيشتغلوا بارشال اجونست على السيروتونين 1A والسيروتونين 2A، تمام. وبناء عليه يعني لما يكون بارشال اجونست على سيروتونين 1A وانتاجونست على سيروتونين 2A، يبقى اذا هيقدر ان هو يؤدي لي الحل اللي انا عايزه عموما، وهو التقليل بتاع الشغل بتاع السيروتونين هناك. طيب بعد كده بيبدا يوضح لحضرتك ان هيبدا يحصل منه ماركت انكريز ان سيرم برولاكتين ليفل، تمام. يعني على الرغم من ذلك برضو ولكن نتيجة ان هو بيقفل الدوبامين شوية، فجايز ان هو يقدر ان هو يزود البرولاكتين ليفل، وده برضو هتكون حاجة ما هياش كويسة قوي، ولكن ده يعني المفترض ان هو يكون زايد اكتر مع الحالة بتاعة التيبيكال، تمام. في الاتيبيكال المفترض ان ده يعني ايه ما بيزيدش بصورة كبيرة قوي. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان انت عندك في حاجة اسمها سيرا او كاريبرازين، تمام. ده بيكون ليه دي 3 partial agonist effect، تمام. فدي 3 بارشال اجونست افكت معناها ايه؟ معناها ان هو شويه بيقفل الدوبامين ولكن مش بيقفله قوي، تمام. فبناء عليه جايز ان هو يساعدني شويه في البوزيتيف سيمبتومز، ولكن الاساس ان هو هيعمل لي امبروفمنت للنيجاتيف سيمبتومز، تمام. يعني هو كده كده بيشتغل على السيروتونين، ولكن جايز يكون ليه بعض التاثيرات برضو على الدوبامين، تمام تمام. فالاساس برضو بتاعه ان هو هيكون ليه نيجاتيف سيمبتومز. يبقى انت كده حضرتك لو مش هتقدر ان انت تحفظ كل الامثله، فعلى الاقل احفظ الامثله اللي هو ذكرها لك بشكل منفصل مره تانية، زي هنا مثلا الكاريبراسين، ماشي
ماشي يا سيدي. طيب بعد كده بيكلمك على الفارماكوكاينetics، وبيقول لحضرتك ان الادويه ده هم كلهم المفترض ان هم مش بيحصل لهم ابزوربشن بالصوره اللي هي، عشان كلهم بيحصل لهم فيرست باس ميتابوليزم، يعني بيتكسروا بالكبد على طول. تمام. يعني يبقى اذا وكذلك هم بيكونوا هاي ليبيد سولابل، فبناء عليه بيقدروا ان هم يمسكوا في البلازما بروتين اللي متواجده عندي في الدم، باوندد بنسبه من 92 ل 99%. يعني اذا كده هيكون عندهم مشاكل كتيره قوي في الديسبيسمنت انتراكشن. تمام. هيبدا يحصل تعارضات ما بينهم وما بين ادويه ماسكين على نفس البلازما بروتين. تمام. فبناء عليه لازم ان انا اركز قوي في الادويه اللي بتتاخد معاهم، لان اي دواء ممكن ان هو يطير لي او يعمل لي ديسبيسمنت ليهم، وبالتالي يرفع تركيزاتهم قوي جوه الدم، وبناء عليه في الحاله ديت ممكن ان يحصل توكسيستي منهم، ولازم ان انا اقلل الجرعه بتاعتي شويه. تمام تمام. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان هم ليهم لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن، اكتر من 7 لتر لكل كيلو. تمام. وبيكون ليهم كلينيكال ديوريشن اوف اكشن كبيره، وده بسبب ايه؟ بسبب ان انا مخزنهم اصلا عند هذه البلازما بروتين، او مخزنهم يعني في البروتينز عموما. بما ان هم هيكون ليهم لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن، فجايز ان هم يكونوا برضو في منهم اللي بيقدر ان هو يروح عند التيشو بروتين كمان. تمام تمام. بيقول لحضرتك ان انت ممكن تاخد منهم لونج اكتنج انجكشن. تمام. كحقن، يعني تكون ليها تأثيرات ان هي تكون فعالة في قفل الدوبامين ريسبتور لمدة من 3 ل 6 شهور. تمام تمام. فدي برضه نقطة هامة. طيب استكمالا برضه للفارماكوكاينetics، هو للاسف هو عمال يجيب من كل سطر اغنيه. ماشي. فهتلاقيه ان هو بيدي لك معلومه هنا ان هما الافريج ريلابسنج تايم از 6 مانثس. يعني ايه؟ يعني المفترض ان هما جايز يكونوا فعالين لمده حوالي 6 شهور. تمام. وبعدين يبدا يزول او ينتهي التاثير بتاعهم من الجسم، وده بسبب ايه؟ زي ما انا وضحت لك ان هم بيرتبطوا بالبروتين، وبيبداوا ان هم يطلعوا واحده بواحده. تمام. وغير طبعا لو في فورميوليشنز معينه مصممه ليهم تخليهم ان هم يكونوا لونج اكتنج اكتر من كده كمان. طيب ما عدا مين؟ ما عدا عندك الكلوزابين. الكلوزابين ده بيكون ليه رابيد وسيفير ريلابس. تمام. يعني اللي هو يعني بينتهي التاثيرات بتاعته بسرعه، وعشان كده بما انه بينتهي التاثيرات بتاعته بسرعه وما بيقعدش تاثيراته لفتره زمنيه طويله، فبيأكد على حضرتك اوعى توقف الكلوزابين بسرعه. يعني اوعى تعمل له ديسكونتينيويشن ابرابتلي، يعني اوعى توقفه مره واحده، لانك لو وقفته مره واحده هيظهر على الشخص ده اعراض انسحابيه. تمام. اعراض انسحابيه ديت اللي هي بطلق عليها ايه؟ اللي هي بطلق عليها لفظ الويذرول سيمتومز. امال المفترض ان انا اوقفه ازاي؟ المفترض توقفه واحده بواحده، ما توقفوش مره واحده على طول. تمام. اما الباقيين يعني ما بخافش معاهم قوي، لان هما بيكون ليهم يعني افريج ريلابسنج تايم حوالي 6 مانثس، او ان هما بيكون يعني ايه، فيه منهم كميه باقيه لسه جوه الجسم. تمام تمام. طب امتى اضطر ان انا اوقف الكلوزابين بشكل مباشر غصب عني؟ اقول لحضرتك في حالات الامرجنسي، حالات الطوارئ. لو بدأ يحصل مايوكاردايتس، التهاب في الغشاء المحيط بعضلة القلب، أو أجرانيولوسايتوزس اللي هو زيادة في كرات الدم البيضاء، نوع معين كده منها. فعامة يعني الحالات اللي هي تكون ايمرجنت أكتر، واللي هم اللي متعلم عليهم باللون الأحمر دول، اعرفهم إن هم دول الحالات اللي أنت جايز إن أنت تضطر فيها إن أنت توقف الكلوزابين بشكل مباشر وسريع، بشكل ابرابتري، وما تلتزمش بالقاعدة بتاعت إن أنت ما توقفوش بشكل مباشر يعني. تمام تمام. طيب بعد كده بيأكد على حضرتك ان الادويه دول كلهم بيتاثروا بالميتابوليزم بالانزيمات سي واي بي 26 وسي واي بي 1 اي 2 وسي واي بي 3 اي 4. لو انت فاكر دي طبعا الانزيمات اللي هي بتكون انفولفد في الميتابوليزم. تمام تمام. طيب فبناء عليه لما يكون عندك ادويه زي الكيتوكونازول مثلا بيتاخد مع اي دواء منهم، فانا عارف ان الكيتوكونازول ده يعتبر سي واي بي انزيم انهبيتور. تمام. وعارف برضو ان مثلا وليكن دواء زي المترونيدازول مثلا يعتبر برضو سي واي بي انزيم انهبيتور. تمام. الحاجات اللي هي يعني متكرره او احنا خدناها قبل كده ان هي سي واي بي انزيم انهبيتور، يبقى اذا اكيد هيبدا يحصل ما بينهم انتر اكشن مع هذه الادويه اللي احنا لسه ذاكرينها. طب ايه الانتر اكشن اللي ممكن يحصل؟ اقول لحضرتك طبعا هما السي واي بي انزيم انهبيتور معناه ان هو هيمنع الكبد من الميتابوليزم. طيب طالما حضرتك منعت الكبد من الميتابوليزم، يبقى اذا الدواء ده مش هيحصل له ميتابوليزم، يبقى اذا الادويه ديت هيزيد تركيزاتها في الدم، وبناء عليه ممكن يحصل منهم توكسيستي. تمام تمام يا سيدي.
طيب بعد كده بيكلم حضرتك على الفارماكوداينامكس بقى، بيوضح لحضرتك ان في 5 دوبامينرجيك باثويز، تمام، اللي هو يعني بيفكرنا بقى بالكلام اللي انا شرحته لك اصلا من بدايه المحاضره، ان هو هيقول لك والله ده انا لو اشتغلت ورفعت الدوبامين هنا هيبقى حاجه حلوه، ولو اشتغلت هنا هيبقى حاجه وحشه، فعشان كده ممكن يحصل ادفيرس افكت. فاللي هو يعني كتر خير الدنيا ان حضرتك وضحت لي ديت في نص المحاضره يعني سبحان الله يعني. طيب خلينا ان احنا نوضح الكلام اللي هو بيقوله ونمشي بالتفاصيل اللي هو ذاكرها. فبيقول لحضرتك ان انت ممكن بالنسبه للميزوليمبيك باسواي تقفل الادينايلايل سايكليز، وبناء عليه تقلل السايكليك اي ام بي برودكشن، تمام. وبناء عليه في هذه المنطقه ايه اللي هيبدا ان هو يحصل؟ اكيد هيبدا يحصل زياده في الافراز بتاع الدوبامين زي ما احنا ما عارفين. بيقول لك اوقات في الميزوليمبيك ميزو كورتيكال باسواي ايه اللي هيبدا يحصل؟ هيبدا يحصل سايكوزس، نتيجه ايه؟ نتيجه زياده الدوبامين فيها، تمام. تمام. طيب بالنسبه للنيجرو ستريتال باسواي، المفترض هناك لو بدأ يقل الدوبامين هيبدأ يحصل أعراض الاي بي اس اكسترا بيراميدال سايد افكت أو ظهور مرض الباركنسون، تمام. تمام. طيب في منطقة أو اللي هو التيوبرو انفانديبلر باثواي، اللي هو هيبدأ يزيد هناك البرولاكتين ليفل ويحصل هايبر برولاكتينيميا زي ما احنا وضحنا من شوية، تمام. بعد كده طبعا بيوضح لحضرتك بقى ان يعني ايه في نيجروستريتال باسواي و انسيرتو هايبوثالاميك باسواي، تمام. فيعني هو ما كملش القصه اللي هو عايز ان هو يحكيها كلها يعني، اكتفى بالعرض اللي هو قاله ده، تمام. هنا المفترض ان ده فيديو بيقول لحضرتك ان هو فيه شرح للاتيبيكال انتي سايكوتكس والمفترض ان هما بيشتغلوا ازاي، تمام. فاحنا وضحنا يعني احنا قلنا خلاص ان انت بالنسبه لك في الاتيبيكال انتي سايكوتيك ده ممكن انت تقفل الدوبامين ريسبتور زي ما احنا ما عارفين، وكذلك برضو ممكن ان انت تقفل السيروتونين ريسبتور عشان تاثر على النيجاتيف سيمبتومز اللي متواجده عندك. فاعتقد ان احنا مش محتاجين ان احنا نتفرج على فيديو مره تانية. طيب بعد كده برضو لو انت حضراتكم حابين ان انتوا تتفرجوا على الفيديو للمعرفه مفيش اي مشكله، بتضغط على اللينك من خلال البي دي اف وبيدخلك عليه، ولكن احنا شرحناه خلاص. طيب بعد كده بيكلمك هنا بقى على السايكوتكس، الادويه اللي احنا هنبدا نستخدمها. فاول حاجه بيقول لحضرتك الانتي سايكوتكس ده هم الادويه اللي احنا لسه متكلمين عليهم سواء فيرست جنريشن او سكند جنريشن، ايه الاستخدامات بتاعتهم ككلينيكال فارماكولوجي. وده كل السلايد ديت والسلايد اللي بعدها وهكذا، طول ما انت ما تحت عنوان الكلينيكال فارماكولوجي توقع هذا السؤال في الامتحان. اشمعنى؟ ها، اول حاجه الاستخدام بتاع الانتي سايكوتيك الاساسي او البرايمري انديكيشن بتاعه هو ايه؟ هو حالات الاسكيزوفرينيا. ها، ايه تاني؟ طيب بيقول لك الكاتايونيك فورم اوف الاسكيزوفرينيا اللي هو اللي بيكون فيها اي سايكوتيك سيمتومز يعني. ممكن ان انت تستخدم الانتي سايكوتيك ده الا لو كان متاح ان انت تستخدم الجيل الرابع من البنزودايازيبين، تمام. فيما عدا ذلك فانت كنت هتستخدم الانتي سايكوتكس في الحالات برضه السكيزوفرينيا، يعني يعتبر برضه ان هو ايه مكرر لك نفس الكلمه. طيب بعد كده بيقول لك ان البوست ديس اوردرز بتاعت السكيزوفرينيا سواء بوزيتيف سيمبتومز او نيجاتيف سيمبتومز اكيد هتبدا انت تستخدم فيها اللي هم الانتي سايكوتكس اللي احنا بنتكلم عليهم دول. عندك بعد كده برضو ان انت تقدر بقى في حاجات تانية غير السكيزوفرينيا زي مثلا حاله الباي بولار ديس اوردر اللي احنا هناخدها في المرحله الجايه ان شاء الله. فبرضو تقدر ان انت تستخدم فيها الانتي سايكوتكس كمينتيننس تريتمنت عشان هي هتعالج لك مرحله المانيك فيز او المانيا، تمام. مش احنا قلنا ان انا عندي ديبريشن ومانيا، والديبريشن ده عكسه المانيا، فبيقول لك بقى للسيطره على حاله المانيا ديت ممكن انت تحتاج ان انت تستخدم انتي سايكوتيك. طيب بيقول لك برضو الاكيوت باي بولار ديبريشن ممكن ان هو برضو يقدر ان هو يعالج فيه، تمام. واليوني بولار ديبريشن، يوني بولار ديبريشن ده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو ان انت عندك ديبريشن بس، عندك اكتئاب بس. انما باي بولار معناها ان انت بتترجح ما بين المانيا والديبريشن، تمام. فسواء في الحالتين بيقول لحضرتك انت تقدر تستخدمهم، ولكن في الباي بولر قال لك تقدر تستخدمه كمونوثيرابي. اما في اللي هو الدبريشن اللي هو اليوني بولر اللي هو فيه اكتئاب لوحده يبقى هيكون ادجنكتيف يوز، يعني هتستخدمه مع بقيه الانتي ديبريسنت التانيين اللي متواجدين عندك، تمام. تمام. طيب في ادويه بتكون اف دي اي ابروفد متوافق عليها من الاف دي اي زي الكوتابين واللورازيدون والاولانزابين، ممكن ان دول الثلاثه او اللي احنا ذكرناهم دول يعني تستخدمهم مع دواء اخر
من ادويه اسمها الاس اس ار اي، زي دواء اسمه الفلوكزيتين. الفلوكزيتين ده هو الانتي ديبريسنت الاساسي اللي انت هتستخدمه. ممكن تستخدم معاه بقى حاجات من الانتي سايكوتيك زي الكوتابين او اللورازيدون او الاولانزابين عشان تقدر ان انت تعالج الانتي ديبريسنت. يبقى اذا مره ثانيه الانتي سايكوتكس لا تستخدم كيوني ثيرابي او مونو ثيرابي في حاله الدبريشن اللي هو يونيبولار ديبريشن، ولكن ممكن في حاله اللي هي الباي بولار ديبريشن، تمام، اللي هي حاله الاكيوت فيز يعني، تمام. اما بالنسبه لك في حاله اليونيبولار ديبريشن لا، انت هتبدا تستخدمهم ماشي، ولكن مع حاجه زي الفلوكزيتين مثلا اللي هو علاج اكتئاب مناسب، تمام تمام. كذلك برضو ممكن الانتي سايكوتكس ديت تستخدم في علاج الاجيتيشن اللي هو في حاله من الاضطراب والقلق عند هذا الشخص، تمام تمام. وده خاصة مع الناس اللي هي بتكون delirious and post surgical patient، اللي هو ايه الناس اللي بعد العمليات عندهم حالة يعني ايه قريبة شوية من الهلع، فانت ممكن انت تستخدم في حالة الاجيتيشن ديت، تمام، خاصة مع البوست سيرجيكال بيشنت دواء اللي اسمه الهالوبريدول، تمام. طبعا الكلام ده لا يناقش، اصل انا ازاي ان انا هقنعك مثلا ان الهالوبريدول احسن حاجة في هذه الحالة، تمام. فالحاجات الاكلينيكيه دي بتكون تمت تجارب سريريه على الادويه وبيبلغنا بنتائج هذه التجارب، فنتائج هذه التجارب قالت ان الهالوبريدول يعتبر ان هو بالنسبه لهم حقق نتائج كويسه في حالات الاجيتيشن وجاب نتائج كويسه. طيب كذلك حالات التوحد الاوتيزم سبيكترم ديس اوردر ASD، تمام. في حالات التوحد دي برضو قال لك عشان تتحكم في الاريتابيليتي او التوتر اللي حاصل فيها، فانت ممكن تستخدم الريسبيريدون او الاريبيبرازول او تستخدمهم هما الاثنين، تمام. فاذا برضو ده حاجه حفظ، هم جربوها ولقوا ان اللي بينفع مع حالات التوحد اكتر هما الدوايين دول من الاتيبيكال انسايكوتيك، تمام تمام. طيب بعد كده بيقول لحضرتك بقى ايه، بيقول لحضرتك ان انت ممكن تستخدم الانتي سايكوتكس دول كانتي ايميتيك، لان انت بتقفل الدوبامين ريسبتور، وقفله الدوبامين ريسبتور على سيتي زد هتستخدم معاك كانتي ايميتيك، تمام تمام. كذلك برضو الانتي سايكوتيك دول في تاثيرات ليهم كهستامين 1 بلوكينج افكت، ان هو بيقفل الهستامين. طب ما هو لما يقفل الهستامين ريسبتور ده ممكن ان هو يعالج اصلا البريورايتس اللي هي الحكه او الهرش، يعني واحد عمال يحك في جسمه نتيجه ان في عنده التهابات شديده، تمام، او يعني مش شرط التهابات شديده، ولكن يعني الحكه ديت بتكون نتيجه الهستامين، فانت لو قفلت الهستامين رقم واحد فانت شلت من عليه هذه الحكه، تمام تمام. وكذلك برضو لو انت عايز تعمل له عمليه وعايز تهديه شويه، فمن ضمن المهدئات اللي حضرتك ممكن تديها له ان يكون الدواء موجود فيه هستامين واحد بلوكر، بحيث ان انت تقفل الهستامين ريسبتور رقم واحد في الدماغ وتهدي الدنيا عنده شويه، تمام. طيب كذلك برضو النيوروليت اناثيزيا، يعني ايه؟ يعني حضرتك ممكن مع المخدر اللي بيتاخد في العمليه اللي هو زي الفنتانيل مثلا تستخدم حاجه زي الدروبريدول، تمام. الدروبريدول ده عباره عن انتي سايكوتيك، ممكن انت تقدر تستخدمه مع المخدر بحيث ان انت تعمل نيوروليت اناثيزيا، تمام. هيبدا طبعا ان هو يساعدك في تقليل الكميه اللازمه للاستخدام من هذا المخدر، تمام تمام. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان في بارنترال بريباريشن، فبيقول لك ان انت عندك مثلا الهالوبريدول دي كنويت، وكذلك اللي هو الفلوفينازين دي كنويت. المفترض ان دول فيرست جنريشن، المفترض ان هم هاي بوتنسي يعني بيشتغلوا بتركيزات قليله جدا، ومعمولين في صوره ايه، في صوره بارنترال. طيب بيقول لك المينتيننس تريتمنت ان نون كومبلاينت بيشنت، معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان فيه ناس زي ما احنا وضحنا ان هم ما بيحصلهمش كومبلاينس كويس، ما بيستمروش على الدواء، فبالتالي انا محتاج ان انا اديهم حقنه، والحقنه ديت تكون هي فعاله بذاتها بقى ولمده زمنيه طويله شويه، بحيث ان انا اتغلب على نقطه الكومبلاينس بتاعه البيشنت دي، تمام تمام. وبيحصل رابيد انيشيشن اوف تريتمنت، يعني انا ببدا العلاج بسرعه لان هم بيشتغلوا بهاي بوتنسي، يعني ايه؟ يعني المفترض ان هم باقل تركيز بيبداوا ان هم يشتغلوا على طول. فبيوضح لحضرتك برضو ان الناس اللي مش هتقدر انها تاخد اورال ميديكيشن فدي عندك كبرنترال ميديكيشن متاح الهالوبريدول والفلوفينازين. طيب وبيكون ليهم جريتر باي افيلابيلتي طبعا لما يتاخدوا كحقن. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان السكند جنريشن بقى بيكون ليهم لونج اكتنج انجكتابل ايجنت، تمام، زي الريسبريدون والاولانزابين والاريبيبرازول والبالي بيريدون، تمام. دول بيكونوا لونج اكتنج وبيقعدوا لفتره زمنيه اطول من اللي احنا ذكرناهم الفيرست جنريشن، تمام. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك بعض برضو كلينيكال ابلكيشن لهذه الانتي سايكوتكس،
تمام. فبيقول لحضرتك الانتي سايكوتكس برضو انت هتستخدمها في ايه؟ ممكن تستخدمها للسكيزوفرينيا زي ما احنا ما قلنا، وديت ممكن تستخدمها بشكل اورال او بشكل ديبو انجكشن. ديبو انجكشن يعني حقن تبدا ان هي تطلع هذا الدواء على مراحل. تمام. زي ايه؟ زي الفلو بنتكزول دي كانويت وديت طبعا هتحل لي مشكله الكومبلاينس. تمام. كون ان انا اخد حقنه وتبدا ان هي تطلع لي الدواء مره يعني مره بمره كده على حسب احتياجي، ده هيكون افضل بكتير طبعا من الاورال، لان الاورال ممكن الناس ان هي تكسل او تنسى، او يعني بما ان هم اساسا عندهم سكيزوفرينيا فهو اكيد ممكن ينسى. فاذا انا لازم ان انا احل المشكله وادي له حاجه وهي تبدا من نفسها تطلع له على الفترات اللي انا محتاجها جوه الجسم. كذلك ممكن انت تقدر تستخدم الانتي سايكوتيك ديت مع الباي بولر زي ما احنا وضحنا من شويه، ويقدر ان انت تستخدمه في حالات التغيرات السلوكيه او البيهيفير امرجنسي زي حاله المانيا او التوكسيك ديليريوم الهذيان. تمام. والرابid كنترول اوف الهايبر اكتيف سايكوتيك ستيت لما يكون في حد جاي لي في اكيوت ستيت من السايكوزس، فانا لازم برضو ان انا الحقه على طول. يبقى اذا البيهيفير امرجنسي سواء مانيا او ديليريوم او هايبر اكتيف سايكوتيك ستيت هتستخدم فيها الادويه اللي هو محددها لك دايما: كلوربرومازين، هالوبريدول، اولانزابين، ريسبريدون. لو هتلاحظ هتلاقي ان اول اثنين منهم اساسا دول المفترض ان هم يعتبر من الفيرست جنريشن اكتر. تمام. لان انت طالما ان انت في اكيوت فيز، طب يبقى انت كده محتاج تسيطر على البوزيتيف سيمبتومز اكتر زي اللي ظاهره، يبقى انت محتاج ان انت تقفل الدوبامين ريسبتور اكتر. تمام. تمام. طيب بعد كده بيقول لك ان في حالات الدبريشن انت ممكن تقدر ان انت تستخدم الفلو بنتيكزول. تمام. وده يعني لان هو هيكون ليه تاثير بعيدا عن كونه انتي سايكوتيك اكشن، فهو برضه ليه تاثير مع الدبريشن زي ما هنشوف بقى في محاضره الدبريشن ان شاء الله. طيب بعد كده بيقول لك ان في السايكوموتر اجيتيشن. تمام. اند السيفير انكزايتي في حالات التوتر يعني الشديده والقلق، ممكن انت تستخدم الكلوروبرومازين والهالوبريدول برضه. ماشي. هتلاقي ان انت ماشي برضه في سكه الفريجدريشن اكتر. بعد كده برضه في الاجيتيشن والريستلسنس مع الناس الكبار في السن، فانت ممكن تستخدم الريسبريدون. تمام. ففصل لك الناس الكبار في السن لوحدهم، يبقى اذا هو ليه غرض في هذه الفصله. تمام. طالما ان هو قال لك فوق ان الاجيتيشن والسيفير انكزايتي هتستخدم كلوروبرومازين وهالوبريدول، وبعدين ذكر لك مره ثانيه ان مع الناس الكبار في الاجيتيشن والريستلسنس هتستخدم ريسبريدون، يبقى انت التزم بنفس الصيغه اللي هو حاططها لك لو جات لك في الامتحان. طيب بعد كده بيقول لحضرتك ان انفولانتري موفمنت اللي بتظهر بسبب حاجه اسمها هانتيجنتون ديسيز، فبرضه ده استخدم له هالو بريدون. تمام. اتمنى ان الامور تكون واضحه معانا لحد دلوقتي باذن الله يا رب يعني. ماشي. طيب المفترض بقى ان الهانتنجون ديسيز ده عباره عن ايه بالظبط؟ عباره عن تشكيله من الامراض. تمام. عنده سايكاتري ديسيز، مشاكل نفسيه، وكذلك عنده مشاكل في الادراك كوجنيتيف ديس اوردر، وعنده كذلك موتور ديس اوردر. تمام. فانت محتاج انت تحل الحاجات ديت كلها، هتبدا انت تستخدم له هذا الهالو بريدون. ماشي. بعد كده بيقول لحضرتك حاله السايكوزس اللي معاها باركنسون ديسيز، فاحنا ديت وضحنا ان احنا هنستخدم فيها البيبا فانسيرين، لان البيبا فانسيرين ده المفترض ان هو هيكون بيشتغل على السيروتونين فقط وملوش اي علاقه بالدوبامين. تمام. طيب حالات البين والريستريسنس، يعني ايه ريستريسنس؟ يعني الراجل ده مش قادر ان هو يستريح، عمال يفرهد على طول وعنده الم، فاذا انا عايز ان انا اريحه، عايز ان انا اعمل له باليتيف كير. يعني ايه باليتيف كير؟ يعني ابدا احسن من الاعراض بتاعته شويه، فممكن ان انا في الوقت ده استخدم له ليفو ميبرومازين. تمام. تمام. طيب بعد كده في حالات الترجيع فاكيد هستخدم حاجات تكون من الفيرست جنريشن اكتر، بحيث انها تقفل لي الدوبامين ريسبتور زي الكلوروبرومازين والهالوبريدول، لان الانتاجونيزم بتاعهم مع الدوبامين هيبدا ان هو يعالج المشكله دي. تمام. وهو طبعا بيكون لهم تاثير على ريسبتورز اخرى ممكن ان هي تقفل لي برضه النوزيا والفومتنج زي السيروتونين والهيستامين. طيب بعد كده بيقول لك ان الموتور تكس والانتراكتابل هيكب. يعني ايه انتراكتابل هيكب؟ انتراكتابل هيكب ديت اللي هي الزغطه. تمام. فمين ممكن ان هم ينفعوك فيها اكتر؟ الكلوروبرومازين والهالو بريدول. ماشي. طيب بعد كده الانتي سوشيال سيكشوال بيهيفير. يعني ايه؟ يعني الناس يعني اللي ليها تصرفات جنسيه مش الطف حاجه في التعامل، فيعني من ضمن الادويه اللي ممكن تستخدم معاهم اللي هو البين بيريدول. تمام. فدي برضه نقطه هامه معاك. طيب في بقى انتي سايكوتكس بيعتبر ان هم جداد شويه، اللي هو الاميسولبريد والاولانزابين والريسبريدون. دول بيقول لحضرتك ان انت لو هتستخدمهم وفي حاله اي بي اس، يعني ايه،
طبعا هو بيقول لحضرتك ان هو يعني حاله الاكسترا بيراميدال سيمتومز المفترض ان انت هتستخدم معاها النيور انتي سايكوتيك اللي هما ما بيشتغلوش اكتر على الدوبامين. تمام، فبالتالي بيكون ليهم فيور ادرس افكتيف كاي بي اس لان هم شغالين اكتر ناحيه الايه، ناحيه السيروتونين. ماشي، تمام. بعد كده بيكلم حضرتك على الادفيرس افكت والكوشن والمانجمنت اللي هو طبعا برضو كان المفترض ان هو يبدا لحضرتك بيهم، ولكن ما علينا، احنا كده كده وضحناهم ان في ادفيرس افكت هتحصل على استايل كولين وعلى هيستامين وعلى نور ادرينالين وعلى سيروتونين والكلام ده كله. طيب يا سيدي قول لنا. اول حاجه بيقول لك ان انت الانتي سايكوتيك انديوزد موتور ديستربنس، يعني هيعمل لي مشاكل حركيه، يعني اذا هيعمل لي مشاكل اللي هي اللي اسمها الاي بي اس الاكسترا بيراميدال سيمبتومز. تمام، وده طبعا زي ما احنا عارفين عن طريق قفله الدوبامين ريسبتور، واحنا وضحنا في الحاله ديت ان انا هحاول استخدم سكند جنريشن اكتر عشان ما اسوقش الحاله. تمام، فبيقول لحضرتك زي بروديوس تو مين كايندز اوف موتور ديستربنس. تمام، اول حاجه ان هم بيعملوا لي اكيوت ديستونيا وتاردف ديسكاينيزيا، واحنا طبعا اتعرفنا على الديستونيا والتاردف ديسكاينيزيا من بدايه اصلا المقدمه بتاعتنا. تمام، وكذلك هم بقى بيؤدوا لي الى حدوث الاكسترا بيراميدال سايد افكت اللي هو من ضمنه برضو الالفاظ اللي احنا لسه قايلينها من شويه. طيب they result directly او indirectly from dopamine receptor blockage. تمام، لما انا بقفل الدوبامين ريسبتور في الاستريتم بيبدا يحصل الاعراض بتاعه الاي بي اس دي. طيب يقول لحضرتك ان الانسيدنس بتاعت الاي بي اس ده ما بيحصلش كتير مع السكند جنريشن انتي سايكوتيك، يعني لو انت خايف من حدوث هذه الاي بي اس استخدم حاجات سكند جنريشن انتي سايكوتيك زي الكلوزابين والاريبيبرازول والزوتيبين. تمام تمام. طيب بعد كده بيكلمك على الاكاسيزيا والديستونيا رياكشن. تمام، دول موتور ديستربنس. لو في اكيوت سيمبتومز من الحاله بتاعه الاكاسيزيا او الديستونيا ديت المفترض ان بيكون فيها ايه، انفولانتري موفمنت، في حركات لا اراديه، وريستلسنس يعني مفيش راحه، على طول فيه ماسل سبازم مستمر. تمام، والمفترض ان هو يعني فيه مشاكل كمان في اللسان. والمفترض ايه، المفترض ان فيه على طول سبازم على مدار كل الاعضاء حتى النك. تمام، الرقبه. وبيظهر اعراض طبعا اللي هي الباركنسون ديسيز اللي هي الرعشه اللي هي بتاعت التريمورز ديت، والريجيتي او الماسل ريجيتي اللي هو التخشب. تمام تمام. طيب الاعراض ديت طبعا بتبدا انها تظهر في بدايه الاسابيع. تمام، من استخدامك لهذه الادويه. تمام، وممكن ان هي تروح لوحدها مع الوقت. ماشي، وبمجرد ما حضرتك ما هتوقف الدواء فالاعراض ديت هتنسحب من حضرتك تماما، لان الاعراض ديت متعلقه بس بان انت قافل الدوبامين ريسبتور، فبالتالي جات لك اعراض شبيهه بتاعه الباركنسون. يبقى اذا تاني المفترض ان الاعراض دهيت بتبدا تظهر معايا في بدايه الاسابيع. تمام، الاولى من اخذ الدواء اللي هو الانسايكوتيك مثلا. ماشي، ولكن مع الوقت المفترض انها بتزول، وحتى لو ما زالتش فاول ما حضرتك ما توقف الدواء الاعراض ديت هتزول تماما. طيب بعد كده بيقول لحضرتك ان انت لما بتقفل الماسكارينيك ريسبتور مع السيروتونين ريسبتور تايب 2A، فده هيكون احسن حل ان انت تعالج بيها المشاكل بتاعه ايه، بتاعه الاكاسيزيا والديستونيا والمشاكل بتاعه الاي بي اس ديت كلها. اشمعنى؟ لان زي ما انا ما قلت لحضرتك قفلتك للسيروتونين في هذه المنطقه هتزود لك الدوبامين، وقفلتك للماسكارينيك المفترض انها هتقلل الاستايل كولين، وانا لما انا اقلل الاستايل كولين وازود الدوبامين يبقى انا كده عالجت المشاكل اللي شبيهه بالباركنسون. تمام، يبقى اذا العلاج هو ايه، ان انا استخدم مع بعض ماسكارينيك ريسبتور وسيروتونين ريسبتور تايب 2A بلوكر. تمام، ممكن ان انا استخدم سيداتيف انتي هيستامينيك مع الانتي كولينرجيك بروبرتيز، يعني واحد من الادويه يعني اللي هو الدايفين هيدرامين، ده ممكن ان هو يؤدي لي الدورين سوا يعني. كذلك انت عندك الانتي باركنسونيزم دراجز اللي هي الادويه اللي بتعالج اصلا مرض الشلل الرعاش. تمام، هما الانتي ماسكارينيك دراجز دول عيله. ماشي، وممكن انت تستخدم دواء زي الامانتادين. ماشي ماشي، يبقى الامانتادين ده من ضمن الادويه اللي بتعالج لي الباركنسون ديسيز. طبعا احنا هناخد اكيد الباركنسون ده في حصه لوحده او محاضره لوحده يعني. طيب تمام، نكمل. بعد كده بيقول لك ان الليفودوبا ده طبعا اللي هو البرو دراج بتاع الدوبامين. تمام، فاكيد ده انا عمري ما هقدر استخدمه مع الحالات اللي عندها باركنسونيان ديسيز. طبعا بعد كده بقى يعني هو كاتب لك اهوت تاني تعريف بالنسبه للاكاسيزيا، هي عباره عن inability to remain still، يعني انت مش قادر ان انت تنيك واقف. تمام، والديستونيا ان في uncontrolled و painful muscle movement، ان غصب عنك عضلاتك بتتحرك بشكل مؤلم كمان. طيب بعد كده بيكلمك على التارديف ديسكاينيزيا، وهو برضو عباره عن موتور ديستربنس بيظهر من 20 ل 40% من الحالات، وبيوضح لك برضو التعريف بتاعه هو ان هو انفولانتري موفمنت وريبيتيتيف، عماله ان هي بتتحرك غصب عنك. تمام تمام، متكرره بشكل كتير.
ماشي. بيوضح لك ان التاردف ديسكاينيزيا على عكس اخواته اللي لسه فايتين من شويه، اللي هم كانوا الاكاثيزيا والديستونيا، فده بياخد وقت شويه، ما بيظهرش في اول اسابيع، لا ده بيحصل له ديفلوبينج سلوري مع الوقت. تمام. وبيبدا يظهر بعد شهور او سنين من استخدامك لهذا الانتي سايكوتيك تريتمنت. تمام. وغالبا بيكون الاعراض ديت للاسف irreversible، يعني مش بمجرد ما هتوقف الدواء العرض هيروح، لا ده التاردف ديسكاينيزيا ممكن تكمل مع هذا المريض للاسف. تمام. وده بسبب ايه؟ بسبب ان بدا يحصل ديكريس في الدوبامينرجيك نيورون، او بدات اساسا الريسبتورز بتاعت الدوبامين تبدا ان هي تقل فيما بعد ذلك، فبناء عليه اساسا مفيش قابليه ان انت بعدين تبدا تعلي الدنيا وتظبط الشغل بتاع الدوبامين مره ثانيه. تمام. وده نتيجة إن هو حصل كبروجريشن على مدار سنين من استخدامك لهذا الدواء. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان انت بروليفريشن اوف دوبامينرجيك ريسبتور في الاسترياتم، اللي هو في حاله لو كان الدوبامينرجيك ريسبتور زياده في منطقه الاسترياتم كانت الدنيا هتكون افضل شويه. تمام. بعد كده بيقول لك ان في انكريزنج مايند سايت في حاله الهالوبريدول. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان انا بالنسبه لي الهالوبريدول ده لما يروح يقفل لي الريسبتورز بتاعه الدوبامين ممكن يبدا يحصل اب ريجوليشن، ويبدا ان هو ينتشر الدوبامينرجيك ريسبتورز مره تانية، وجايز انها تحسن لي في الاعراض بعدين. تمام. آه ماشي. بعد كده بيقول لحضرتك انه في دوبامين هايبر سنسيتيفيتي. It resembles that seen after prolonged treatment of الباركنسون ديسيز ويز ليفودوبا. تمام. يعني ايه؟ يعني ان الحاله ديت برضو ممكن ان هي تحصل نتيجه ان انا بستخدم الليفودوبا على الدوبامين ريسبتور لفتره زمنيه طويله. تمام. عشان ان انا اعالج مرض اللي هو الباركنسون ديسيز، فلما استخدمت الدوبامين ده او الليفودوبا على الريسبتورز دي بصوره كبيره، جايز ده ممكن ان هو في وقت من الاوقات يقلل لي الريسبتورز بتاعت الدوبامين، وبناء عليه مع الوقت يبدا برضو يحصل مشكله زي طرد ديسكاينيز. تمام. بيقول لحضرتك ان غالبا المشكله دي بتحصل مع الناس اللي اكتر من 50 سنه لما بيكونوا بياخدوا الدواء ده لفتره زمنيه طويله. تمام. طب الحل ايه؟ الحل ان حضرتك تلجأ لاستخدام دواء اخر، ماشي، غير الادويه اللي ادت الى حدوث هذه التاردف ديسكاينيزي. تشفت لحاجه سكند جنريشن، بلاش ان انت تمشي على حاجه مثلا زي الهالوبريدول اللي ممكن ان هي تؤدي لك الى هذه المشكله. تمام. ابدا ان انت تستخدم مثلا في مات 2 انهبيتور. تمام. الفي مات 2 انهبيتور ديت اللي هي ايه؟ اللي هي بتمنع دخول النيورو ترانسميتر مره تانية الى الفيزيكال الخاصه بيه. وديت ادويه زي الفال بنازين والديوترابينازين. تمام. فدول بالنسبه لك هيقللوا الدوبامين ريليز، ماشي، ولكن بشكل ريفرسبل مش بشكل ايريفرسبل. تمام. يعني بمجرد ما هتوقف الفي مات انهبيتور ده، تمام، او ان انت توقف السكند جنريشن انتي سايكوتيك، فوقتها هيبدا يرجع مره تانية الدوبامين ان هو يشتغل مره تانية بشكل كويس، وبناء عليه يبدا ان هو يصلح لك المشاكل بتاعت الاعراض اللي هي عامله لك مشاكل في حاله الاي بي اس ديت كلها. يبقى تاني المفترض ان انا عندي بيحصل طرد الديسكاينيزيا. الطرد الديسكاينيزيا ده بتحصل بسبب ايه؟ بسبب ديكريز الدوبامينرجيك نيورون، ان الريسبتورز بتاعت الدوبامين بدات ان هي تقل. تمام. فاذا انا الحل عندي ان انا هبدا ان انا اعمل ايه بالظبط؟ هبدا ان انا اشفت واستخدم سكند جنريشن من الانتي سايكوتكس، وهبدا ان انا استخدم في مات 2 انهبيتور بحيث ان انا امنع دخول الدوبامين الى الفيزيكلز بتاعته، على اساس ان انا بعدين ان شاء الله لما احب ان انا ازود الريليز بتاع الدوبامين هبقى مجرد ان انا اوقف الادويه ديت، ممكن ان انا وقتها الدوبامين يرجع يشتغل مره تانية، احسن من استخدامي للدوبامينرجيك الحاجات اللي بتقفل الدوبامين بصوره قويه قوي زي الانتي سايكوتكس اللي هي تايب 1 جنريشن، هي اللي بتكون مسؤوله اكتر يعني على حدوث هذا الادفيرس افكت. تمام. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان الاي بي اس بيحصل ازاي مع الانتي سايكوتكس، فخلينا نبص مع بعض. طبعا اهوت انت بالنسبه لك الماسكارينيك ريسبتور لما انت هتبدا ان انت تقفله ديت بالنسبه لك هتكون حاجه كويسه. تمام. اما بالنسبه لك لو انت قفلت الدوبامين ريسبتور فديت للاسف هتكون حاجه سيئه، لان قفلتك للدوبامين ريسبتور ديت هي اللي هتبدا تزود حاله الاي بي اس اكتر. تمام. فبيقول لك هنا اهوت لو انت مستخدم دوبامين انتاجونست فاذا في الحاله ديت انت كده زودت المشكله. تمام. هنا لو انت مستخدم
انتي ماسكارينيك افكت او انتي ماسكارينيك ايجنت، يبقى انت بالحاله ديت انت بتحسن الوضع وبتقلل من الاي بي اس. تمام تمام. طيب بعد كده بيقول لحضرتك ان حاله بقى اللي هي الادفيرس افكت بتاعه الاندوكراين مع الانتي سايكوتكس. احنا عارفين طبعا لما بتقفل الدي 2 ريسبتور المفترض ان بيبدا يحصل ايه بالظبط؟ بيبدا ان هو يحصل اللي احنا كنا عارفينه، اللي هو زياده في البرولاكتين ليفل. تمام، هايبر برولاكتينيميا، واتكلمنا عليه قبل كده اهو، حاططها لك تحت اهي. ماشي تمام. طيب لما يحصل هايبر برولاكتينيميا، لا خلاص شفت على اريبيبرازول اللي هو سكند جنريشن انتي سايكوتيك، مش هيحصل معاه الادفيرس افكت ده قوي. تمام، يبقى انت على طول الادفيرس افكت بيقول لك شفت على سكند جنريشن انتي سايكوتيك عشان تقلل من المشاكل بتاعت قفلك للدوبامين ريسبتور. تمام تمام يا سيدي. حلو. طيب كذلك برضو بيقول لك ان انت قفلتك للدوبامين ريسبتور جايز ان هي تقلل لي جروس هرمون سكريشن. تمام، وجايز ان هي تسبب لي ويت جين، زياده في الوزن، وانسولين ريزيستنس، ان الشخص ده يبدا يتكون عنده دهون كتيره تؤدي الى حدوث ان الانسولين ريسبتور ما عادش بيستجيب للانسولين، وبناء عليه يبدا الشخص ده يجيله سكر، ويبدا يحصل عنده كمان دايابيتيك كيتو اسيدوزس من كتر السكر اللي تراكم عنده. والهيموجلوبين A1C اللي هو انديكيتور او حاجه بقيسها عشان اعرف على مدى زياده السكر عند الشخص ده، فاكيد برضه هتكون عاليه جدا. فلازم ان انا اراقب مع الشخص اللي بياخد انتي سايكوتيك الهيموجلوبين A1C على طول، عشان اراقب اذا حصل له مشاكل بالنسبه للسكر ولا لا. تمام، عشان لو في مشاكل يعني الحقه. يبقى اذا المشاكل بتاعه الاندوكراين هي ايه؟ اول حاجه ان نقص عندي جروث هرمون، وبدا ان يحصل عندي لخبطه في الوزن، زياده في الوزن وانسولين ريزيستنس وكده، وكذلك برضو بدا يحصل عندي هايبر برولاكتينيميا زي ما وضحنا. تمام تمام. طيب هنا كاتب لحضرتك الفيرست جنريشن انتي سايكوتيك والسكند جنريشن انتي سايكوتيك. تمام، وبيقارن ما بينهم بقى في الكلينيكال بوتنسي والاي بي اس سيمتومز هيكون شكلها عامل ازاي. طبعا الاي بي اس فوق هتكون عاليه وتحت هتكون قليله. تمام. طيب في السيداتيف اكشن اكيد اللي شغال على اتش 1 بلوكر اللي هو برضو الحاجات اللي هتكون في الفيرست جنريشن اكتر. تمام، وهو مقسمها لك ان هو بيكونوا اليفاتيك يعني اكتر زي الكلوروبرومازين، فهيكون ليه تاثير كسيداتيف اكشن نتيجه شغله على الهستامين ريسبتور رقم واحد. وكذلك الهايبوتنسيف اكشن فالمفترض ان هو هيبدا يحصل امتى؟ لما انت حضرتك تقفل لي الالفا 1 ريسبتور. تمام، وطبعا برضو ده هيحصل اكتر فوق، انما تحت هيكون التركيز اكتر على السيروتونين. تمام تمام. طيب بعد كده حاطط لك هنا برضو الميكانيزم بتاع الهايبر برولاكتينيميا بيبدا يحصل ازاي. المفترض ان انت عندك الدوبامين قفلته فهيبدا يزيد افراز البرولاكتين، فهي يعني ايه، يعني تعتبر ان هي شارحه نفسها. ماشي. طيب بعد كده بيقول لك ان في ايديوسينكراتيك هايبر سنسيتيفيتي. ايه هي الايديوسينكراتيك ديت؟ يعني عرض جانبي حصل بشكل غير متوقع وغير مفهوم هو حصل ليه. تمام، اللي هو غالبا هنا هيبدا ان هو يكلمك عن حالات زي بتاعه النيوروليبتيك مالجنانت سندروم اللي انا قلتها لك في الملخص، ولكن خلينا ناخدهم واحده واحده. فقال لك ممكن يحصل الصفرة، تمام، جوندس، او زياده في الاي ال بي انزيم، وممكن يحصل اوبستراكتيف او مشاكل ايه، مشاكل انسدادات في اي منطقه. تمام. وده ممكن ان هو يحصل مع الاولد جنريشن. طبعا اي مشاكل كتيره يبقى انت على طول تتوقع ان هي بتحصل مع الاولد جنريشن زي الكلوروبرومازين مثلا. تمام تمام، اللي هو الفيرست جنريشن. طيب كذلك ممكن يحصل مشاكل في الدم، ليكوبينيا، نقص في كرات الدم البيضاء. تمام. عندك انيميا، نقص في كرات الدم الحمراء، اجرانيولوسايتوزس، نقص برضو في في نوع من انواع كرات الدم البيضاء المهمه. تمام، فديت كلها يعني مشاكل ممكن ان هي تحصل، وممكن تكون فيتال او تؤدي الى الوفاه. تمام. وبيقول لك انها ممكن تحصل مثلا مع دواء زي الكلوزابين، ولكن بتكون ريفرسبل، يعني لما انت توقف الدواء اكيد هترجع لوضعها التاني. فاذا نقطه هي ريفرسبل ولا irreversible هي نقطه مهمه قوي بالنسبه لحضرتك برضو ان انت تكون مركز فيها. تمام تمام. بيقول لحضرتك ان الاولونزابين هيكون ما عندوش العرض الجانبي ده. يبقى اذا لو حضرتك في حد معرض ان ممكن يحصل معاه اجرانيولوسايتوزس او انيميا او ليكوبينيا، تفضل تستخدم معاه كلوزابين ولا اولانزابين؟ اكيد الاولانزابين هستخدمه افضل من الكلوزابين. تمام تمام. طيب طبعا كل الحاجات دي لازم ان حضرتك ان انت هتكون بتجمعها مع كده مع نفسك، بحيث ان انت تكون عارف ان الاولانزابين مثلا اتذكر عنه جوه المحاضره كذا وكذا وكذا وكذا. طيب هل ديت كل المعلومات التي تخص الاولانزابين او الكلوزابين او اي حاجه من اللي موجوده عندك جوه المحاضره؟ اقول لحضرتك بالطبع لا، اكيد في كثير قوي من المعلومات، ولكن انت يهمك للامتحان الاجزاء بس اللي مذكوره عندك جوه السلايد. طيب
بعد كده بيقول لحضرتك ان المفترض يحصل ويكلي بلاد كاونت، يعني حضرتك تبدا ان انت تتابع الدم عندك بشكل اسبوعي طول ما حضرتك بتاخد مثلا دواء زي الكلوزابين ده، تمام، لمده اول 6 شهور من العلاج. وبعد كده ابقى اعمل التحليل ده كل 3 اسابيع، تمام. يبقى انت في الاول مع بدايه استخدام حضرتك لدواء زي الكلوزابين مثلا او اللي هي الادويه اللي هي فيرست جنريشن عموما، تمام، المفترض ان انت تعمل ايه؟ ان انت كل اسبوع بتعمل بلاد كاونت، بتشوف كرات الدم عندك اخبارها ايه. ماشي. طيب بعد مرور 6 شهور من استمرارك على هذا الدواء، وقتها تقدر ان انت تعمل التحليل ده كل 3 اسابيع مش كل اسبوع، تمام. طيب بعد كده برضو بيقول لك ان ممكن يحصل ارتكاريا سكين رياكشن، ويزيد السنسيتيفيتي لللايت، يعني يبدا يحصل عندك حساسيه للضوء من كتر استخدامك لهذه الادويه الانتي سايكوتيك، تمام. وممكن يحصل زي ما قلت لك اهوت مالجنانت سندروم او مالجنانت هايبرثيرميا سندروم، تمام، او يعني اللي هو الكلام اللي احنا قلناه ده كله زي ما انا وضحت لك. المفترض ان بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها سيريس بروبلمز، من ضمنها ان في ارتفاع في درجه الحراره، في تخشب في الجسم وهكذا. وطبعا زي ما احنا ما قلنا ان هي بتكون نتيجه زياده في الكالسيوم ليفل، فعشان كده خلاص يبقى انا محتاج ان انا استخدم حاجات تقلل لي من الكالسيوم ليفل زي الدانترولين مثلا، تمام. كذلك ممكن استخدم مصل ريلاكسنت زي الدايازيبام، والدايازيبام بيشتغل سنترالي من السي ان اس، فبالتالي تاثيراته هتكون اسرع، تمام. طيب بعد كده عندك الدوبامين اجونست، زي اللي هو البروموكريبتين، ماشي. فالدوبامين اجونست ده برضو المفترض ان هو هيرفع لي الدوبامين مره تانية، ويبدا يحسن شويه في الاعراض بتاعه الحاله اللي موجوده عندي. طالما الاعراض ديت ظهرت نتيجه استخدام الانتي سايكوتيك، خلاص استخدم الاجونست اللي عكس الانتي سايكوتيك، تمام. كذلك زي ما احنا وضحنا ان ممكن يحصل ادفيرس افكت على القلب السي في اس، وده نتيجه طبعا اللي هو الريفلكس تاكيكارديا اللي بتحصل، ممكن تؤدي بقى الى حدوث اريزميا وزياده في حاجه اسمها كيوتي انترفال. كيوتي انترفال ديت طبعا لها تفاصيل كتيره جدا، يبقى نتطرق ليها لما نيجي نشرح سي في اس باذن الله تعالى، تمام. ولكن يعني ايه، ممكن انها لا قدر الله تؤدي الى الوفاه. يبقى اذا ديت كلها مشاكل بيقول لك ان احنا مش قادرين نفهم هي حصلت ازاي بالظبط، ولكن احنا جمعناها من الحالات اللي كانت بتاخد انتي سايكوتكس وظهر عليها هذه الاعراض، تمام. يبقى اذا برضه هتتعرف زي ما هي، ماشي. طيب بعد كده بيوضح لحضرتك ان ديت هي الاعراض الجانبيه الخاصه بالاوتونوميك نيرفس سيستم، تمام. وطبعا كلها احنا واخدينها من الترم الاولاني، فاعتقد انها مش محتاجه ان احنا يعني نعيد تذكير بيها. هو بس بيفكرك ان الحته اللي فوق ده هي خاصه بالاعراض الجانبيه بتاعه الماسكارينيك ريسبتور، والحته ديت اللي هي الاورثوستاتيك هايبوتنشن خاصه بالالفا ريسبتور بلوكر، والحته بتاعه الامبوتنس والديكريز اروزال. ديكريز اروزال ديت يعني ايه؟ يعني فقدان المتعه من العمليه الجنسيه يعني، تمام. تحصل اكتر مع يعني الدوبامين والماسكارينيك والالفا 1 ريسبتور، لما تكون قافلهم مع بعض يبقى انت كده ايه؟ دمرت الدنيا بالنسبه للحاله الجنسيه بالنسبه لهذا المريض. هيحصل له عقم، مش هيستمتع بالحاله، مش هيحصل له اريكشن لان حضرتك قافل الماسكارينيك، ومش هيحصل له ايجاكيوليشن لان حضرتك قافل الالفا 1 واحد اللي هو الالفا واحد. وطبعا يعني ايه، الدنيا عنده مش هتكون اظبط حاجه خالص. وطبعا بالنسبه لك الدراوزنس والسيديشن ديت الدكتور يعني كسل يحطها لكم، ان هي هتكون بسبب اكتر الهستامين ريسبتور رقم واحد وقفلته، تمام. طبعا بقى عندك اللي هو الباركنسون والاكاسيزيا والديستونيا والكلام ده كله بسبب قفلك للدوبامين. طرد الديسكاينيزيا بسبب ايه؟ بسبب السوبر سنسيتيفيتي اوف الدوبامين ريسبتور، ان هي متعطشه للدوبامين، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده عندك برضو اللي هو ايه، توكسيك كونفيوجنال ستيت، ان هو يعني في حاله من اللي هو الكونفيوجن او اللي هو يعني ما انتش مستقر او ما انتش مدرك للحاله قوي بسبب برضو قفلك للماسكارينيك ريسبتور، لان الاستايل كولين كان مهم قوي في النقطه ديت. كذلك الدراوزنس والسيديشن هو اتاكد لك عليها انها تبع الاتش 1 بلوكينج افكت. وكذلك اللي هي المشاكل بقى بتاعه الامنوريا والجلاكتوريا والانفيرتيليتي والامبوتنس، فديت لها علاقه باللي هو المشاكل بتاعه الهايبر برولاكتينيميا نتيجه ان احنا قفلنا الدوبامين ريسبتور. وعندك طبعا مشكله الويت جين دي بسبب السيروتونين وبسبب الهستامين ريسبتور ان احنا قافلينهم، تمام. فده يعتبر اعاده وتجميع يعني للي فات. هنا بقى بيوضح لحضرتك ان في ادويه تحت التجربه لسه، اللي هي بتعتمد على النظريه بتاعه الجلوتاميت، تمام. فاحنا بنستخدم حاجات تزود لي الجلايسين زي ما قلنا، اللي هو عن طريق استخدام جلايسين ترانسبورتر 1 انهبيتور، ماشي، زي البيتوبرتين والساركوزين، ماشي.
البيتوبرتين ده المفترض ان هو بيقول لك ممكن ان انا استخدمه كادجنكتيف تريتمنت، مش هستخدمه كعلاج لوحده، لا هستخدمه مع بقيه الانتي سايكوتكس. تمام. ممكن ان هو يحسن لي شويه في النيجاتيف سيمبتومز. تمام. ولسه بيعملوا عليه التجارب عشان يشوفوا يعني تأثيراته هتبقى ماشية شكلها عامل ازاي. طيب كذلك برضو اللي هو التاني اللي هو الساركوزين، بيقول لحضرتك ان هو بيستخدم ككومباينيشن برضو مع بقيه الانتي سايكوتيك، وده بيقدر يتحكم لي في النيجاتيف والبوزيتيف سيمبتومز. تمام. في الناس اللي هم الاكيوت. تمام. والناس الكرونيك. يبقى اذا التاني واحد ده اهو يعتبر ان هو افضل من اول واحد، لان هو قدر يسيطر لي على البوزيتيف والنيجاتيف سيمبتومز، انما اللي فوق ده قدر يسيطر لي على النيجاتيف سيمبتومز فقط. تمام. كده الحمد لله احنا خلصنا الجزء بتاع الانتي سايكوتكس. المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الباي بولر، واللي بعدها نتكلم على الدبريشن باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.